السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الإعدادي جينا لكم بمحاضرة امسك مراقب. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على كل تفصيلة للناس اللي لسه بدأتش، حتى لو كنت بدأت بس الدنيا مش أحسن حاجة، أو لو حتى بدأت وعايز تراجع معانا. فالفيديو ده إن شاء الله فيه معلومات كتيرة جدا هتفيدك. هنحل مع بعض كل الأسئلة اللي بتيجي في الامتحان على أول 3 يونتس 7 و8 و9. هنحل عليهم بالتفصيل إن شاء الله، وهنشرح كل جزئية خاصة بكل وحدة فيهم إن شاء الله. أهم حاجة كل جزئية هنتكلم فيها ما تعديهاش إلا لما تكون فاهمها كويس. وتاني حاجة إحنا عاملين لك فيديوهات الفترة اللي جاية بنتكلم عن كل قاعدة في المنهج، يعني هتلاقيني نزلت لك بعد كده فيديو خاص بقاعدة F وفيديو خاص بقاعدة use the to، وكل قاعدة في المنهج إن شاء الله هنزل لك عليها فيديو، بحيث كمان إن هلخص لك في فيديو كل كلمات المنهج كله. وهعمل لك إن شاء الله فيديو على ازاي تحل المحادثه والباراجراف والقطعه بتاع الامتحان. فاحنا مش هنسيبك ان شاء الله، كله اللي جاي خير. الترم الثاني هو الترم بسيط ان شاء الله، تلحق تجيب فيه درجه حلوه، ومش صعب عليك ان في الترم الثاني تجيب فيه درجه كويسه، والله ما صعب. الترم الثاني اسهل من الترم الاولاني بكتير في الانجليش بالذات، فتحاول تلم على قد ما تقدر كده. والملزمه اللي هحل منها هنزل لك اللينك بتاعها، وهتتوزع على طلبه السنتر برضو ان شاء الله. لخصنا لك هنا قدامك كل الكلمات يونت 7 و8 و9. النص الاول من الوحدات اللي عندنا، الوحده السابعه عاملها لك في عمود، والثامنه عاملها لك في عمود، والتاسعه كمان. تعال نقرا كده. اول حاجه بسم الله، عندك اول كلمه في يونت 7 كلمه مناطق areas. تاني كلمة ساحلي coastal، ودي في الأساس كان اسمها coast، وهم حطوا عليها في الآخر AL، حولوها إلى صفة بقى اسمها coastal. يعني هي كان اسمها coast يعني ساحل، وهم حطوا لها AL بقى اسمها coastal ساحلي. صعبة النطق اسمها tongue twister، ودي عبارة عن كلمة صعبة النطق اسمها tongue twister. هدف aim. محفوظ preserved، وبتساوي كلمة اسمها keep أو kept أو keep، ودي معناها يحفظ أو محفوظ برضه. إمبراطور emperor. طول length وحرف الجي silent length. موطن habitat، وده بيبقى الهابيتات هو الموطن أو البيئة اللي بيعيش فيها الحيوان أو النبات، زي الصحراء والمناطق الساحلية والغابات والأماكن دي، بيبقى اسمه habitat، الموطن اللي بيعيش فيه الحيوان والنبات. طيب، معرض للخطر أو مهدد بالخطر endangered. ملصق label. بمناسبة كلمة endangered، هي في الأساس كان اسمها dangered، وهم حطوا عليها في الأول prefix اسمه en، فبقى اسمها endangered. كلمة عجائب wonders. عنوان heading. حنطور اللي هي العربية الكارو اسمها carriage. اسطبل stable، بيجي عليها أسئلة كتير جدا. الاسطبل هو المكان اللي بيتربى فيه أو بيعيش فيه الخيل. فراء فور، الفراء اللي هو الفرو فور. مالك owner، ودي كانت كلمة اسمها own وحطوا لها في الآخر er، يعني هي في الأساس كانت اسمها own وتحط لها er بقى اسمها owner المالك، و own كان معناها يملك. أسلوب حياة لايف ستايل. يعامل تريت. أرض رطبة أو أرض مبللة اسمها wetland. الأرض الرطبة هي أرض بتكون جنب البحار، جنب المي أو جنب النيل يعني. وادي فالي، والوادي هو أرض بتكون ما بين جبلين. مهارات skills. قطبي polar. كوكب planet. تراث heritage. فصيلة species أو فصائل species، والفصائل دي بتكون من نفس النوع. تجسيد personification. إزالة الغابات deforestation. إزالة الغابات، وهو بيعمل تقطيع للأشجار، بيعمل لها cut down. دي ملخص كلمات يونت 7. كلمة يونت 8، أول حاجة حبر ink. مكب النفايات landfill، ممكن يجي بعدها كلمة اسمها السايت، يبقى اسمه landfill site اللي هو الموقع اللي بيرمى فيه القمامة.
وعلى فكرة المكب بالنفايات بيصدر غاز منه اسمه غاز الميثان. آلة النول أو النسيج اسمها لوم. طبعة printer. مجلة ماجازين. خيط thread. إعادة التدوير recycling. تاريخ history. متصل connected. متجدد renewable. كلمة renewable أولها حرف ال E، وكلمة إعادة التدوير أولها RE. اللي هي كأن بيعيد الحاجة مرة تاني، يعني ريسايكل عبارة عن سايكل وجايب قبلها فاسمها ريسايكل. الرينيوبل كانت عبارة عن كلمة اسمها نيو وهو حط قبلها RE فبقى اسمها رينيو. فكلمة رينيوبل وكلمة ريسايكل بيبدأوا بالRE والRE يعني كأن الحاجة بتتجدد وبتتعاد. قماش فابريك. ساحل كوست، ممكن يحط على ساحل في الآخر AL فيبقى اسمها كوستال ساحلي. مشروع بروجكت. خطاب speech. حل solution. نساجون weavers. النقاش discussion. غاز الميثان اللي بيصدر من أماكن مقالب القمامة اسمه ميثان. يمتص absorb. كلمة absorb بيساويها كلمة اسمها take in بتساوي absorb بالظبط. take in معناها يمتص. قمامة rubbish. مواقع sites. جفاف droughts. الجفاف بتبقى عبارة عن no rain يعني مفيش مطر. drought GH فيها silent. خرطوشة حبر cartridge. يختتم conclude. أعشاب البحر sea grass. ذوبان الجليد melting ice، وذوبان الجليد ده جاي بسبب غازات الاحتباس الحراري اسمها greenhouse gases. كلمة يونت 9. أول حاجة محاصيل crops. رسم بياني diagram. منطقة region. يعد promise يوعد حد. سلطات قوية powers. يدمر destroy بيساويها كلمة اسمها damage معناها يدمر برضه. ينتج produce. مبادرة initiative TIA هنا بقراها الشين initiative. شجر الخيزران bamboo. ألواح شمسية solar panels. ولو عايز أقول محطات الطاقة الشمسية أشيل panels وأحط farms يبقى اسمها solar farms اللي هي محطات الطاقة الشمسية. بطاريات batteries. قابل للشحن rechargeable. ولو عايز أقول بطاريات قابلة للشحن تتعاد مرة واثنين وثلاثة وبتشحن بيبقى اسمها rechargeable batteries. يبقى batteries يعني بطاريات وريتشارجبل يعني قابل للشحن يعني بيتشحن مرة واثنين. حتى بص كلمة rechargeable بتبدأ بالري والري ده يعني بيتعاد مرة وبيشحن اثنين وبيشحن ثلاثة وهكذا. مصدر source. يخلق أو ينتج create. منظر طبيعي landscape. تماما totally. ثانية واحدة. كمل. تماما totally. ضخم enormous. شخصيا personally. يحسن أو يطور improve. مستدام sustainable. ومستدام حاجة دايمة ما بتخلصش أو ممكن تتعاد تاني زي الطاقة المتجددة كده مثلا بتبقى sustainable مستدامة. أرض زراعية farmland. يقاطع الكلام interrupt. حاجة بتقطعنا كده يبقى اسمها interrupt. منسوب البحر sea levels. معاد استخدامه reusable. بص usable قبلها فالري دي يعني بيتعمل له again يعني reusable. التصحر desertification. شتلات النباتات الصغيرة seedlings. مصباح كهربي light bulb. ده المصابيح الكهربية اسمها light bulb. ممكن يبقى في مصابيح كهربية موفرة للطاقة بيبقى اسمها energy saving light bulb اللي هي مصابيح كهربية موفرة للطاقة. السينونيم والانتونيمز كلمة ومعناها ومضادها. أول حاجة لازم تبقى حافظ الجدول ده فأنا لخصت لك
السينونيم والانتونيمز ده بتاع يونت 7 وده خاص بيونت 8 والجدول ده خاص بيونت 9. كل يونت لخصت لك فيه الكلمات الخاصة بيه كل كلمة ومعناها وعكسها، وده مهم عشان بيجي في الاختيارات يقول لك هات معنى الكلمة أو هات مضاد الكلمة، فلازم أبقى حافظ كل كلمة بيساويها إيه وعكسها إيه. هما مش كتير يعني. أول حاجة اسمها فار. فار دي فين معناها؟ أهو معناها بالعربي بعيد. هو عايز يجيب معنى لكلمة فار. عندنا كلمة اسمها ريموت، وريموت معناها برضو بعيد، وعكسها اسمه نير قريب أو كلوز يعني قريب، ده العكس منها. بعد كده natural. natural يعني طبيعي. natural اللي هي معناها طبيعي بيساويها كلمة اسمها normal وعكسها man made، وman made يعني بصنع الإنسان أو حاجة غير طبيعية، أو artificial. artificial يعني صناعي. بعد كده huge دي معناها ضخم بتساوي كلمة اسمها enormous أو ممكن أقول big أو very big عادي، وعكسها small صغير أو tiny. tiny يعني برضو ضئيل الحجم أو صغير. بعد كده protect دي معناها يحمي بيساويها كلمة اسمها save يعني يحمي برضو، وعكسها يدمر يعني damage أو destroy. damage أو destroy ودول معناهم يدمر. ancient معناها قديم بيساويها كلمتين، واحدة اسمها old يعني قديم أو traditional، traditional يعني تقليدي، دولت معناهم قديم. عكسهم بقى حديث يعني modern أو new. بعد كده hard معناها صعب بتساوي كلمة difficult ودي معناها صعب، وعكسها easy يعني سهل. بعد كده famous مشهور بيساويها كلمة اسمها well known. well known يعني معروف جيدا أو مشهور، وعكسها unknown يعني غير معروف unknown. بعد كده avoid. avoid معناها يتجنب. يتجنب. اكتب بقى بلون تاني بس. برضو يتجنب. وبيساويها كلمة اسمها stop. stop يعني يتجنب الشيء أو يتوقف عن فعل الشيء، وعكسها allow. allow يعني يسمح، أو ممكن أقول let، ولت يعني يدع برضو أو يسمح للشيء. عكسها الكلمة اللي بعد كده large يعني كبير الحجم. large يعني كبير بيساويها كلمة big يعني كبير، وعكسها أكيد small. small يعني صغير الحجم. دول السينونيم والانتونيمز ليونت 7. يونت 8 active معناها نشيط بيساويها كلمة energetic. energetic يعني نشيط برضو energetic، وعكسها inactive. inactive يعني غير نشيط أو lazy يعني كسول. بعد كده live يعني يعيش، وsurvive يعني يعيش برضو أو واحد ينجى كده من الحياة، ينجي نفسه. مش هينجي نفسه، هينجى من الحياة، ربنا ينجيه يعني. عكسها die يعني يموت. بعد كده inside دي معناها بالداخل بيساويها كلمة اسمها indoor، وindoor يعني بالداخل، وعكسها outside أو outdoor. هنا كاتب outdoor، ممكن يكتب outside، وoutside برضو معناها في الخارج. cheap يعني رخيص، ودي بتساوي كلمة اسمها inexpensive يعني برضو رخيص، وعكسها expensive يعني غالي. بص inexpensive يعني رخيص، لو شلت in وكتبت expensive بس هيبقى معناها غالي. reduce يعني يقلل بيساويها كلمة decrease يعني يقلل برضو، وعكسها increase يعني يزيد، أو كلمة اسمها raise برضو. raise يعني يرتفع أو يزداد. بعد كده enormous. enormous معناها ضخم بيساويها كلمة huge أو big أو very big كتبناها فوق من شوية، وعكسها small أو tiny اللي هو صغير. بعد كده grow يعني يزرع أو ينمو بتساوي كلمة plant يعني يزرع، وعكسها يحصد يعني harvest. harvest. finish يعني ينهي بتساوي end يعني ينهي أو النهاية، وعكسها start يعني يبدأ. reduce قلناها من شوية بتساوي decrease وعكسها increase.
اخر سينونيم وانتونيم ليونت 9. بس يعني ينجح، كلمة مهمة جدا جدا جدا. ينجح بتساوي كلمة اسمها succeed in. succeed in يعني ينجح برضه، وعكسها fail يعني يفشل. ادي fail. بعد كده important يعني هام. شايف important هام، الكلمة دي مهم، بس مهمة جدا، وimportant يعني هام. بتساوي كلمة اسمها essential، وessential يعني رئيسي أو مهم، وعكسها useless يعني عديم الفائدة. advantages يعني مميزات أو ميزة، بتساوي كلمة pros يعني ميزة أو مميزات، وعكسها cons يعني عيوب. many يعني الكثير، بتساوي a lot of الكثير من، وعكسها few يعني قليل. allow يعني يسمح، بتساوي كلمة let يعني يسمح أو يدع، وعكسها stop أو prevent. stop يعني يتوقف، و prevent يعني يمنع. بعد كده beautiful معناها جميل، بتساويها كلمة nice يعني لطيف أو جميل، و lovely، وعكسهم 3 كلمات terrible فظيع، وbad وugly. 3 دول معناهم سيء. وفي كلمة تانية اسمها horrible برضه معناها فظيع. آخر كلمة difficult صعب، بتساوي hard يعني صعب، وعكسها easy يعني سهل. دول كده كل كلمة بمعناها ومضادها. آخر حاجة السافكس والبريفكس، برضو دول الخاصين بيونت 7، ودول خاصين بيونت 8، ودولت بيونت 9. نقرأ الكلمات الخاصة بيونت 7. السافكس البريفكس الأول اللي هو بيجي على الكلمة ويحط قبلها بريفكس، يعني يا إما يجيب عكسها أو يغيرها في المعنى. يعني مثلا عندك كلمة natural حاطط لها un فاسمها unnatural يعني غير طبيعي. يجي في الأسئلة يقول لك كلمة natural لو عايز تجيب عكسها حط قبلها un. طب advantages مميزات، لو عايز اجيب عكسها حط قبلها this يبقى اسمها عيوب. disadvantages يعني عيوب. تعال على اللي بعدها famous معناها مشهور، لو حطيت قبلها in هيبقى اسمها infamous يعني غير معروف او غير مشهور. عندك بقى كلمة endangered دي على بعضها، الاي ان في كلمة dangered خليتها تتحول الى صفة فبقى اسمها endangered يعني معرض للخطر. هيجي يقول لك مثلا كلمة dangered تحط قبلها ايه؟ تقول له in اسمها endangered. طب يونت 9 كلمة متجدد اسمها renewable. بيقول لك إن كلمة renewable محطوط عليها في الأول RE وهي اسمها newable فاسمها renewable. غير متجدد non renewable. بيجي يسألك يقول لك كلمة renewable ممكن تجيب عكسها إزاي؟ تقول له حط قبلها non يبقى اسمها non renewable غير متجدد. يعيد استخدام recycle أو recycle دي يعيد تدوير، لكن يعيد استخدام reuse مش recycle. reuse سيبك من recycle، اكتب reuse. use يعني يستخدم، ويعيد استخدامها يحط قبلها re فيبقى اسمها reuse يعيد استخدام، لكن recycle يعني يعيد تدوير. طب إعادة الاستخدام أو إعادة التدوير بيبقى اسمها recycling. عيوب disadvantages برضو disadvantages يعني جه على advantage وحط في الأول عليها dis. بعد كده kind طيب، عايز يجيب عكسها unkind يعني غير عطوف أو غير طيب. familiar يعني مألوف، عايز أجيب عكسها unfamiliar غير مألوف. يختفي جايه من كلمه disappear، هي في الاول كان اسمها appear يعني يظهر وحط لها this جاب العكس منها فبقى اسمها disappear. كلمه possible دي كان معناها ممكن، لما حط لها in فبقى اسمها impossible يعني مستحيل. غير منتظم irregular دي اصلا معناها منتظم، فلما حط لها ir فبقى اسمها irregular يعني غير منتظم. اخر حاجه غير مشهور infamous، برضه هي كان اسمها famous وحط لها in فجاب عكسها فبقى اسمها infamous. بعد كده friendly دي معناها ودود، جاب عكسها فبقى اسمها unfriendly غير ودود. كلمة like يعني يحب، حط لها dis فبقى اسمها dislike يعني يكره. active يعني نشيط، حط لها in فبقى اسمها inactive غير نشيط أو كسول. آخر حاجة expensive كان معناها غالي، حط لها in فبقى اسمها inexpensive يعني رخيص. قابل لإعادة الشحن اسمها chargeable فهو حط لها free في الاول فبقى اسمها rechargeable. charge اصلا معناها يشحن، بس لما حط قبلها re فبقى اسمها rechargeable يعني قابل لاعاده الشحن.
يستخدم مرة أخرى اسمها reusable يعني بيستخدم الحاجة، أو reuse يستخدمها كل شوية. كلمة important يعني مهم حاطط لها on فبقى اسمها unimportant يعني غير مهم. ودي كل الكلمات أو الملخصات للبريفكس. أما بقى السافكس فهو بيجي على الكلمة في الآخر ويكملها. يعني مثلا كلمة قومي national كانت nation وحط لها al. nation كان لوحدها معناها أمة، وناشونال يعني قومي. quick كان معناها سريع، quickly يعني بسرعة. كلمة wind كان معناها رياح، windy يعني عاصف. هو بيجي بقى يسألك ايه؟ يقول لك nation نكملها تقول له بالاي ال عشان يبقى اسمها national. يقول لك quick نكملها بالال واي تبقى quickly، وهكذا. طيب surprise بقت surprised حط لها اي دي. meaningful يعني ذو معنى، جاء من كلمة meaning يعني معنى، تبقى اسمها meaningful يعني حاجة ذو معنى، ذو معنى قيم بقى مثلا. confusing دي معناها مربك، confusing محطوط عليها ing في الاخر. هي كانت فعل الاول اسمه confuse وحط لها ing فتحولت الى صفه. الى صفه confusing، صفه عليها ing. بعد كده change يعني يتغير، changeable يعني قابل للتغيير. happiness كان جاي من كلمه happy سعيد، وهم شالوا الواي وحطوا مكانها اي وبعد كده حطوا النس فبقى اسمها السعاده happiness. بلا فائده useless. تقليدي tradition وعليها في الاخر al، هي كان اسمها tradition يعني التقليد وحطوا لها al فبقى اسمها traditional تقليدي. متعاون helpful، help كان يساعد وhelpful يعني متعاون. ملون colorful كانت color وحط عليها ful فبقى اسمها colorful. نساج weaver هي كان اسمها weave فهو حط لها ار في الاخر، هي كان اصلا اخرها اي هو حط لها ار حولها لويفر نساج. جذاب attractive هي في الاساس كان اسمها attract يجذب فحط لها اي في اي حولها لصفه وبقى اسمها attractive جذاب. جميل beautiful كان اسمها beauty يعني الجمال وحط لها اف يو ال فبقى اسمها beautiful جميل. وكانت beauty اخرها واي فهو شال الواي وحط مكانها اي. اخر كلمه بيئي environmental جايه من كلمه environmental بيئه وحط لها اي ال فبقت اسمها environment يعني بيئي. اخر suffix عندنا هو coastal ساحلي جاي من كلمه coast ساحل وحط لها اي ال. مفيد useful use وبعد كده عليها في الاخر ful useful. بسرعه quickly لسه قايلينها. farming الزراعه دي مهمه جدا، كانت عباره عن farm مزرعه وحط عليها في الاخر ing فبقى اسمها farming الزراعه. متجدد renewable كان اسمها renew وبعد كده حط لها في الاخر pull فبقى اسمها renewable يعني متجدد. amazing مذهل كان اسمها amaze وحط لها ing مذهل. sad حزين فاسمها sadness يعني الحزن. pollute يعني يلوث بقت اسمها pollution يعني التلوث. كده احنا راجعنا على كل الكلمات الخاصة بيونت 7 و8 و9. عامل لك صفحة هنا لملخص كل البريفكس والسفكس لو تقدر تقراها برضو مع نفسك كده هتلاقي كل اللي انا قلته متلخص لك في الصفحة دي لو انت عايز تقرأ قراءة سريعة. يعني مثلا بيقول لك ان الري اللي هو معناها يعيد فعل الشيء مرة أخرى، معناها يعيد فعل الشيء مرة تانية. يعني مثلا سايكل اسمها ريسايكل. كلمة اسمها دو يعني يفعل بقى اسمها ريدو. ريد يقرأ بقى اسمها ريد. يوز يستخدم بقت ريوز. بليس يعني مكان، ريبليس يعني يغير مكان. سيرش يعني يبحث، ريسيرش يعني يعيد البحث وهكذا، أو بحث يعمل بحث لحاجة تانية. فدي عبارة عن صفحة كده هتساعدك بتقول لك كل البريفكس والسفكس للكلمات للمنهج او نص المنهج الخاص عندنا. هنعديها وانا هنزل لك الصفحه تقعد تقرا فيها براحتك. تعال على الاسئله. اول حاجه الاختيارات دايما عندك بيكونوا 6 اسئله. ال6 اسئله اللي عندك كل سؤال بيبقى عليه نص درجه، وبيبقى الاسئله متجزأه. ليه؟ بيسالك على معنى الكلمه او مضادها، او يسالك على خمن معنى كلمه ما، ويسألك على السفكس والبريفكس. كل سؤال بيبقى عليه نص درجة. أول سؤال طالما سايب لك النقط في الأول يبقى هنا عايزك تخمن معنى الكلمة. تعال نشوف الكلمة بتقول إيه عشان نخمن أنهي واحدة في ال4 اختيارات هي اللي أختار. بيقول لك is the remains يعني بقايا
remains دي معناها بقايا of animals. animals الحيوانات or plants أو النباتات. بقايا حيوانات أو نباتات دي ممكن تبقى إيه؟ species فصائل ولا habitat اللي هو الموطن أو البيئة ولا fossil اللي هي الحفرية حفريات ولا لينس اللي هو الطول. طالما قال بقايا حيوانات أو نباتات تبقى اسمها fossil اللي هي الحفرية أو الفوسلز الحفرية. رقم 2 You shouldn't be cruel. cruel يعني قاسي. You shouldn't be cruel. لا ينبغي أن تكون قاسي to people إلى الناس. بيقول لك the antonym يعني مضاد. مضاد كلمة إيه بقى؟ هيجيب لك الكلمة يحطها لك ما بين قوسين. cruel. كلمة cruel قاسي. عايز يجيب عكسها. والله قاسي دي عايز أجيب عكسها. تعال نشوف. unkind قلناها فوق من شوية يعني غير عطوف. هو عايز عكس قاسي. اقول له غير عطوف؟ لا ما ينفعش. طب kind عطوف؟ هي دي. طالما قال لك عكس قاسي يبقى تقول له kind عطوف. 3 I can't answer. انا لا استطيع ان اجاوب the question على السؤال. It's very hard. hard معناها صعب. المهم قال لك the antonym ولا the synonym؟ طلب السينونيم يعني معنى. عايز يعرف منك معنى كلمة hard. hard يعني صعب. اختار ايه؟ difficult قلناها فوق من شويه معناها صعب. easy معناها سهل. cool معناها جميل او رائع. و old يعني قديم. لا انا عايز صعب يبقى difficult. معنى صعب يبقى hard هي كانها difficult. وطلب السينونيم يعني طلب منك معنى الكلمه. رقم 4 to form يعني تكون او تشكل the verb from noun. يعني انا معايا noun وعايز اكون منه الverb. to form the verb from noun. danger. كلمة danger معناها خطر. we add هنحط ايه عشان نجيب الverb من كلمة danger؟ والله danger قلت لك فوق من شوية انه بيتحط لها في الاول en يبقى اسمها in danger يعني يعرض للخطر او معرض للخطر. in danger يعني يعرض للخطر. ولو اتحط لها في الاخر ed هيبقى اسمها endangered يعني معرض للخطر. يبقى danger خطر بيتحط في الاول عليها in danger. 5 to form the noun. to form يعني لكي تكون. the noun يعني الاسم. هكون الاسم من كلمة ايه؟ من الverb invite. invite ده معناه بالعربي يدعو. عشان اكون منه الاسم اخليه يتحول الى دعوة. فinvite يتحط له ايه؟ راجع تحط له ation عشان يبقى اسمه invitation. وكلمة invitation معناها دعوة invitation. 6 Alexandria is located يعني تقع by the sea يعني بجوار البحر. it's a city مدينة. بما انها تقع جنب البحر يبقى هي normal يعني عادية او طبيعية. coastal يعني ساحلي ولا natural يعني طبيعي ولا formal يعني رسمي. وهي بما انها جنب البحر يبقى هي coastal city يعني مدينة ساحلية. الجزء الثاني من نفس اليونت برضو to form the adjective عشان تجيب الادجكتيف. adjective يعني الصفة. form يعني تكون. لكي تكون الصفة من كلمة coast بيتحط لها في الآخر al وانت لازم تحفظ المعلومة دي. tradition يتحط لها al تبقى traditional. coast يتحط لها al تبقى coastal. كلمة environment يتحط لها al تبقى environmental. فكوست يتحط لها al تبقى اسمها coastal ساحلي. 2 النوع الجاي في الاول يبقى هنا عايزك تخمن. هتخمن ايه بقى؟ بيقول لك is an area يعني مساحة او منطقة. بيقول لك عبارة عن منطقة in the desert يعني الصحراء. where you can find water تقدر تشوف water and palm trees واشجار النخيل. المنطقة اللي في الصحراء تقدر تشوف فيها مياه واشجار نخيل. wetland يعني ارض مبللة ولا rainforest يعني غابات مطيرة أو غابة مطيرة ولا oasis واحة ولا farm مزرعة. هي منطقة في الصحراء أقدر أشوف فيها نبات الشجر نبات اللي هو النخل
والووتر المياه، يبقى دي هي الأويسيس الواحة. 3. To get the opposite. get يعني تحصل على. the opposite يعني عكس كلمة natural. natural يعني طبيعي. عايز اجيب عكسها، اكيد احط لها un في الاول، يبقى اسمها unnatural. ادي un. قلت لك فوق من شويه ان كلمه natural بيبقى بريفكس بتاعها في الاول بيبقى un، فيبقى اسمها unnatural غير طبيعي. محمد صلاح is a famous اكيد هيسالك على معناها او مضادها. the antonym يعني مضاد. حلو، مضاد كلمه famous معناها بالعربي مشهور. هو عايز يعرف مضاد مشهور. اختار known يعني معروف، ولا unknown غير معروف، ولا popular محبوب ومشهور، ولا well known معروف جيدا. تبقى unknown، و unknown يعني غير معروف. 5. My grandpa is very old يعني كبير أو عجوز. But he is active يعني نشيط. هو كبير لكنه نشيط. قالك the synonym يعني معنى كلمة active. عايز يعرف معنى كلمة نشيط. lazy دي معناها كسول، ولا old كبير، ولا energetic اللي هو معناها نشيط برضه. 6. My friend takes an hour. صديقي يأخذ ساعة to go home لكي يذهب للمنزل after school بعد المدرسة. يعني من بعد المدرسة كده بياخد ساعة لحد ما يروح البيت. He lives not from school بيعيش ايه للمدرسة؟ near يعني قريب للمدرسة، ولا far بعيد عن المدرسة، ولا next to بجوار، ولا opposite قدام المدرسة؟ لا، هو far بعيد. بما انه بياخد an hour ساعة يبقى هو بعيد عن المدرسة. الجزء اللي بعديه خفيفة شوية، بس دي كلمات يونت 8 مش 9. هنا خمن. يقول لك happens يعني يحدث when people cut down. كلمة cut down يعني يقطعوا أو يقطع. طالما حصل تقطيع يبقى ده اسمه إزالة الغابات، وإزالة الغابات هي كلمة deforestation. دي معناها إزالة الغابات. 2. you should avoid يعني تتجنب، واكيد جه سألك على معنى avoid. the synonym يعني معنى كلمة avoid يعني يتجنب، يعني بيعمل الحاجة stop بيبعد عنها. اختار face يعني يواجه، ولا start يعني يبدأ، ولا live يعني يعيش، ولا stop يتوقف. هي stop يتوقف. 3. to form يعني تكون. هتكون ايه بقى؟ the adjective الصفة من الكلمة اللي هي اسمها danger. والله danger لما جينا نكون لها الفعل حطينا لها en فبقى اسمها in danger يعني يعرض للخطر. ولكن لو هكون لها صفة احط عليها في الاخرous فيبقى اسمها dangerous. هي اسمها danger يعني خطر، فيبقى اسمها dangerous. لما احط لهاous يبقى اسمها خطير dangerous. سؤال 4. people still ما زالوا use traditional. جه على كلمة traditional اللي هي معناها تقليدي، أكيد هيسألك على معناها أو مضادها. يقول لك the antonym يعني مضاد كلمة إيه بقى؟ traditional يعني تقليدي أو قديم، يبقى مضادها جديد، يبقى modern جديد. 5. to get the opposite يعني عكس. عشان أجيب عكس الكلمة اللي هي اسمها appear معناها يظهر، وبيتحط عليها في الأول this عشان يجيب عكسها، قلناها فوق في الكلمات، يبقى اسمها disappear اللي هي معناها يختفي. رقم 6. animals that live اللي بيعيشوا in wetland habitat يعني في الأرض المبللة أو البيئة الرطبة. are able to يعني قادرين على live أن يعيشوا في إيه؟ الحيوانات اللي بتعيش في الأرض المبللة هم بيعيشوا في الديزرتس الصحراء، ولا mountains الجبال، ولا water المياه، ولا cities المدن. طالما أرض مبللة يبقى بيعيشوا في الماء أو سهل عليهم يعيشوا في الماء.
الجزء الثاني، طالما النقط في الأول يبقى عايزك تخمن. هتخمن إيه؟ إذا ماشين يعني آلة أو ماكينة used for weaving. weaving هنا معناها النسيج، تبقى اسمها آلة النسيج. الآلة اللي بتستخدمها النسيج هي اسمها اللوم، هي آلة النسيج. رقم 2، my sister succeeded in. succeeded in يعني نجحت. أكيد هيسألك على معنى كلمة نجح. the synonym يعني معنى كلمة succeed in بتساوي كلمة pass، ودي مهمة جدا جدا جدا. pass يعني ينجح، بس حط لها ed فبقى passed يعني نجح. 3، to form يعني تكون أو تشكل. the noun الاسم من الفيرب pollute. pollute يتحط له ion يتحول ل pollution، ion يبقى pollution. 4، plants die يعني تموت. if you don't water it لو أنت ما رويتهاش. the antonym of die يعني يموت، أنا عايز عكسها يبقى live يعني يعيش. عكس die live يعيش. 5، to get the opposite يعني عكس، عايز يجيب عكس كلمة renewable يعني متجدد. لو عايز اجيب عكسها بحط لها non تبقى اسمها non renewable يعني غير متجدد، قرأناها فوق في الكلمات من شوية. 6، the problem مشكلة in Arctic and Antarctic. المشكلة في الأماكن القطبية أو المناطق القطبية caused بتسبب بسبب أو بواسطة global warming. global warming اللي هو الاحتباس الحراري. is called يعني تسمى. المشكلة اللي بتحصل في المناطق القطبية بسبب الاحتباس الحراري هو ذوبان الجليد، لأن الجلوبال وارمنج اللي هو الاحتباس الحراري global warming، ادي global warming الاحتباس الحراري ده بيتسبب في ذوبان الجليد المناطق القطبية. فهو عايز يعرف المشكلة دي تسمى ايه؟ air pollution يعني تلوث هواء، ولا deforestation إزالة الغابات، ولا melting ice ذوبان الجليد؟ هي melting ice. Unit 9 الأسئلة الخاصة بيه. طالما النقط في الأول يبقى إيه؟ خمن. are plants نباتات which we grow بنزرعها on farms في المزارع. النباتات اللي احنا بنزرعها في المزارع دي اسمها إيه؟ batteries يعني بطاريات، ولا energies يعني طاقات أو طاقات، crops يعني محاصيل، هي المحاصيل يبقى crops. 2، this is a beautiful flower دي وردة شكلها جميل. وما قال لك the synonym of beautiful. synonym يعني معنى كلمة beautiful هتبقى ايه؟ lovely. هي lovely يعني جميل أو حاجة محبوبة. ugly يعني مكروه أو سيء. easy سهل. dangerous خطير. وعايز معنى beautiful يبقى lovely. 3، one advantage ميزة السولار انرجي. السولار انرجي اللي هي الطاقة الشمسية جاية من الشمس. الطاقة الشمسية بتبقى مستدامة ومتجددة. فهو بيقول إن الطاقة الشمسية that is very clean نظيفة. the antonym of advantages هو هنا بيسأل على المضاد لكلمة advantages يعني مميزات. عكسها disadvantages أو في كلمة اسمها cons يعني عيوب. هي دي advantages لو فاكر فوق في الكلمات واحنا بنقرأ بتساوي كلمة اسمها pros وعكسها cons يعني عيوب. 4، we want to use this machine محتاجين نستخدم الماشين دي again يعني مرة أخرى، وكلمة again بتساوي re يعني لما أجي أحط على الكلمة re يبقى أنا كده بعمل again. المهم بيقول إيه؟ use again يعني كأننا reuse يعني بنستخدمها تاني. use again يعني نستخدمها مرة أخرى، كأننا بنعمل reuse يعني يعيد الاستخدام. هو بقى كلمة use again دي ممكن نجيب لها إيه؟ rewrite يعيد الكتابة، ولا redo يعني نفعل مرة أخرى، ولا reuse يعني نستخدم مرة أخرى، ولا cycle يركب دراجة؟ لا هي reuse. 5، solar energy اللي هي الطاقة الشمسية can be used again نقدر نستخدمها تاني أو نعيد استخدامها and again ومرة أخرى. يبقى هي تعتبر إيه الطاقة الشمسية؟ تعتبر dangerous خطيرة، ولا sustainable مستدامة؟ هي مستدامة.
طالما هي بتتشحن طالما هي بتيجي بتتعاد ممكن نستخدمها مره واثنين وثلاثه يبقى هي سستينبل، لان السستينبل هو حاجه بتتشحن مره واثنين وثلاثه او موجوده ما بتخلصش. سستينبل. الجزء الثاني من يونت 9 طالما النقط في الاول يبقى خمن. بيقول لك اذا اريا يعني منطقه او مساحه. المنطقه دي with many solar panels فيها solar panels اللي هي الواح الطاقه الشمسيه، يبقى هي دي اسمها محطات الطاقه الشمسيه. محطات الطاقه الشمسيه سولار انرجي ولا سولار فارم؟ هي السولار فارم اللي هي محطات الطاقه فيها بقى طاقه شمسيه وفيها طاقه رياح. دي بيبقى فيها انواع الطاقات اللي هي بيبقى فيها السولار بانلز اللي هي الواح الطاقه، يبقى اسمها سولار فارم اللي هي محطه طاقه بتطلع الكتريسيتي في الاخر، والكتريسيتي يعني طاقه. 2 I don't have much money معيش فلوس كتير so لذلك I will buy a cheap present هشتري cheap present يعني هدية رخيصة. أكيد هسألك على كلمة cheap. The synonym يعني معنى كلمة cheap معنى رخيص. هو عايز بقى كلمة بتساوي كلمة رخيص. expensive يعني غالي، لا أنا عايز inexpensive اللي هي معناها رخيص. 3 chess ده لعبة الشطرنج. is inside يعني بالداخل وبتساوي كلمة اسمها indoor وعكسها outdoor أو outside. هو قال the antonym يعني مضاد كلمة inside يعني بالداخل، يبقى أنا عايز بالخارج. يبقى أقول indoor ولا أقول unhappy ولا outside؟ inside عكسها outside أو outdoor طبعا. 4 we can get a noun نقدر نجيب النون الاسم عشان نيجي للفيرب اللي هو اسمه weave يتحط لها في الاخر ار تبقى اسمها weaver يعني نساج. وقال لك هنا اي ار weave بيتحط لها اي ار بس هي اخرها اي فيتحط لها اي ار بس يبقى اسمها weaver يعني النساج. 5 to get لكي تحصل على the opposite يعني عكس كلمة agree عايز اجيب عكسها احط لها this يبقى اسمها disagree. disagree هي اصلا agree معناها يوافق لكن disagree معناها لا يوافق. disagree يعني لا يوافق. 6 our flat is very hot شقتنا very hot in summer في الصيف. we need to repair يعني نصلح. محتاجين ان احنا نصلح ايه؟ الشقه حر جدا فاحنا محتاجين نصلح ايه؟ air conditioning اللي هو مكيف او تكييف الهواء ولا wind turbine اللي هي توربينات الرياح ولا ريموت كنترول الريموت ولا جرين هاوس اللي هي جرين هاوس جاسس اللي هي غازات الاحتباس الحراري. فاحنا محتاجين ايه؟ اير كونديشننج اللي هو مكيف الهواء. نصلح مكيف الهواء عشان الجو حر. الصفحه اللي بعد كده دي اسئله جنرال على 7 و8 و9 مع بعض. اول سؤال The natural home المنزل الطبيعي natural home منزل طبيعي of a plant للنبات or an animal للحيوان is called يسمى. المنزل بتاع النباتات والحيوانات مش المنزل اللي هو يوصف بيه كمنزل، الموطن بتاعهم او المكان اللي بيعيشوا فيه ده بيبقى اسمه habit دي معناها عادة ولا habitat وhabitat يعني موطن او بيئة. هو ده المكان اللي بيعيش فيه الحيوان والنبات، موطن او بيئة طبيعية. رقم 2 ده خمن. habitat يعني نوع من انواع البيئات is found next to the sea. next to the sea يعني بجوار البحر. ايه البيئة اللي ممكن تكون بجوار البحر؟ البولر قطبية ولا الفورست الغابات ولا كوستال الساحلية؟ كوستال. البيئة الساحلية هي اللي بتكون next to the sea بجوار البحر. مهمة جدا. رقم 3 طالما النقط في الأول يبقى هتخمن إيه بقى؟ area يعني منطقة أو مساحة. in the desert في الصحراء you can find بتقدر تجد هناك تجد إيه؟ في تكملة هناك you can find water تروح تشوف هناك water. إيه المكان ده أو المنطقة دي؟ village قرية ولا hill يعني تل ولا mountain جبل
ولا oasis واحة؟ هي oasis معناها واحة، هي دي المنطقة اللي بتكون في الصحراء وفيها مية. رقم 3. طالما النقط في الأول يبقى تخمن. is a place يعني مكان. where horses are kept يعني بتحفظ فيه الخيول. horses اللي هي الحصنة. ايه المكان اللي بتحفظ فيه الخيول؟ هو الستيبل. ستيبل اللي هو الاسطبل. اسطبل هو المكان اللي تحفظ فيه الخيول. رقم 5. are the remains يعني بقايا. طالما لقينا كلمة remains بقايا يبقى ناخد fossil على طول أو fossils اللي هي الحفريات fossils. طالما لقينا كلمة remains بقايا حيوانات أو نباتات يبقى دي على طول كلمة fossils. 6. to form يعني تشكل أو تكون. of energy is sustainable. this form يعني هذا النوع. هنا جاء بمعنى this form، وهنا form جايه بمعنى نوع. this form يعني هذا النوع او الشكل. ماشي. form ممكن معناه يبقى شكل او نوع. النوع ده من الطاقه اللي هي بتكون sustainable، وانا كاتب لك sustainable معناها مستدام. انهي طاقه من الطاقات دي بتكون sustainable مستدامه؟ هي renewable الاخيره دي هي الطاقه المتجدده. renewable يعني متجدد. الطاقه المتجدده هي اللي بتكون مستدامه. 7. the person who does research الراجل اللي بيعمل research، و research يعني بحث. الراجل ده بيكون ايه؟ researcher، و researcher يعني باحث. طالما شخص بيعمل research بحث يبقى ده researcher باحث. 8. it was raining heavily yesterday كانت بتمطر heavily يعني بشدة امبارح. so لذلك the streets الشوارع كانت ايه؟ الشوارع كانت ايه بما انها بتمطر؟ wet يعني مبللة. dry يعني جاف. clean يعني نظيف. lucky يعني محظوظ. هتبقى الشوارع ايه بالظبط؟ طالما كان في مطر يبقى الشوارع wet محظوظ، يبقى الشوارع wet مبللة. 9. طالما النقط في الأول يبقى خمن. is a vehicle دراجة with wheels فيها عجل that is pulled by a horse. pulled by horse يعني بتسحب أو بتشد بواسطة الحصان. حاجة بتبقى زي الدراجة أو المركبة بتبقى فيها عجل وبتشد بالحصان، يبقى دي اسمها ايه؟ plate يعني طبق، ولا بتكون carriage اللي هي العربية الكارو. هي دي carriage العربية التي يجرها حصان، الحنطور. رقم 10. the thick soft hair الشعر الناعم والرفيع. that cover يعني يغطي the bodies أجساد of some animals لبعض الحيوانات. بيبقى اسمه ايه الشعر ده؟ هو بيكون الفور وفور اللي هو الفراء أو الفرو. الفراء أو الفر ده بيبقى عبارة عن hair cover بيغطي أجساد الحيوانات. رقم 11. means cutting down. أول ما تشوف cutting down ده عبارة عن تقطيع. طالما في كلمة cutting down تقطيع يبقى ده اسمه إزالة الغابات، وإزالة الغابات cycling لا ده معناه ركوب الدراجات. deforestation اللي هو إزالة الغابات. طالما في تقطيع يبقى deforestation إزالة الغابات. 12. not means a group. طالما لقيت كلمة group يعني دي تختار كلمة species، وspecies يعني فصائل. خلي بالك عشان بقى في spoke وسبايسز. spoke اللي هو الماضي من speak يتحدث، spices يعني حار أو التوابل أو متبل. species دي اللي احنا عايزينها. خلي بالك عشان في فرق ما بين B و C. بص الفرق spices species دي الفصائل. طالما قال لك group of animals مجموعة من الحيوانات or plants أو and plants أو من النباتات of the same kind يعني من نفس النوع، دي بتبقى اسمها الفصائل أو الفصيلة. 13. means النوع جاي في الأول يبقى خمن. هتخمن أنهي كلمة من دول is very far، وفار يعني بعيدة. أنهي كلمة من دول بتبقى معناها بعيد؟ remote بعيد هي دي، لكن near معناها قريب، close يعني قريب، وفصل يعني حفرية، يبقى هي دي اللي صح. 14. طالما النقط في الأول يبقى خمن. is a place يعني مكان where people حيث الناس leave rubbish بيسيبوا فيه الكمامة rubbish. إيه المكان اللي الناس بيسيبوا فيه الكمامة؟ هو landfill sites اللي هو
مكب القمامة landfill site اللي هو الموقع أو مكان مقالب القمامة. 15 النقط في الأول يبقى خمن. هتخمن إيه؟ is the land يعني أرض بيبقى فيها أو بتكون below يعني أسفل. أنا حتى كاتب لك أسفل أهي. the area around it بتبقى أسفل المنطقة around it اللي حواليها. المنطقة اللي بتكون سفلى شوية كده أو نازلة على الأرض بيبقى اسمها منخفض. ده expression يعني تعبير وده depression يعني منخفض وده invention يعني اختراع ودي intention يعني النية. كلمات متشابهة. لا أنا عايز depression اللي هو المنخفض وده بيكون منطقة أسفل من المناطق اللي حواليها. 16 النقط في الأول يبقى خمن. people ناس whose job is to weave. طالما الناس اللي الوظيفة بتاعتهم إن هم يعملوا weave ينسجوا أو يستخدموا النسيج أو يخيطوا الكلوث الملابس بيعملوا نسيج للملابس يبقى دول اسمهم الويفرز. طالما لقيت ويف يبقى تختار ويفرز اللي هم النساجون. 17 solar energy الطاقة الشمسية بتكون شكل من إيه؟ من الرينيوبل المتجدد ولا الانشنت القديم ولا ليزي كسول ولا نون رينيوبل غير متجدد؟ لا هي الطاقة الشمسية بتبقى رينيوبل متجددة أو شكل من أشكال الطاقة المتجددة. 18 means clothes. طالما حاجة بتبقى عبارة عن clothes قماش يبقى ده هو الفابريك. الفابريك اللي هو معناه بالعربي القماش. used for making clothes بيستخدم كمان لعمل الملابس يبقى ده الفابريك. الفابريك اللي هو القماش والقماش جاي من الخيط والخيط اسمه thread. 19 paper الورق can be reused again يعني بيستخدم مرة أخرى. سأل على كلمة reused اللي هي يعيد الاستخدام. أنهي كلمة من دول ليها نفس المعنى؟ تبقى removed يعني يعيد الإزالة، burned يعني احترق، recycled يعني يعاد التدوير. recycled يعني بيعاد تدويره أو بيتدور من أول وجديد هو كأنه بيستخدم من أول وجديد. 20 حاجة warming. هو كان في كلمة في الحفظ اسمها global warming اللي هو الاحتباس الحراري. global warming is a serious problem هو مشكلة خطيرة. global warming. the verb الفعل. أني فعل بيكون is to take in معناها يمتص بتساوي كلمة absorb اللي هي معناها يمتص. دي نفس معنى كلمة take in. طيب قطع الأكمل. أول حاجة بيجي لك قطع أكمل كاتب فيها 6 كلمات وعامل تحت 4 فراغات عشان نستخدم في كل فراغ الكلمة المناسبة الخاصة بيه ونستخدم 4 كلمات بس من ال6 ونسيب ال2 الباقيين. أول حاجة ride دي معناها يركب يعني نستخدم الأحمر هنا. turn ممكن turn دي يجي بعديها on أو ممكن يجي بعديها off فيبقى اسمها turn on يعني يشغل أو turn off يعني يطفئ. save يعني يحمي. will يعني سوف. would يعني كان سوف اللي هي الماضي من will would عندنا الترم ده بنستخدمهم في قاعدة if. ماشي. pollution معناها تلوث. تعال نشوف ترجمة القطعة. أول حاجة people الناس should be careful لازم يكونوا حريصين at their homes في المنازل. حط نقطة. أنا ممكن أبدأ من النقطة أحسن لي. كتب زي should ينبغي عليهم ينبغي إن هم إيه energy يعني الطاقة. ينبغي عليهم إيه للطاقة؟ أنا بخمن ينبغي نقط للطاقة. تعال نشوف بقى. ride يركب للطاقة. turn يطفئ أو يشغل الطاقة. save يعني يحمي. يبقى save. يبقى أنا بعمل إيه؟ بخمن أنهي كلمة مناسبة للفراغ المطلوب مني. يبقى save دي هي save energy يعني نحمي الطاقة. بعد كده راح قال they should ينبغي عليهم نقط off دي اللي قلت لك عليها فوق يا إما تقول turn on يا إما turn off. يبقى لما تلاقي turn بيجي بعدها on أو off. turn off يعني يغلقوا their devices أجهزتهم وراح مكمل جملته. عمل كوما. هبدأ من أول هنا. يلا. they can هم يستطيعوا نقط bikes يعني دراجات.
الدراجات. يستطيعوا ايه للدراجات؟ يبقى رايد يركب، فعلا هي رايد يركب. لما تاخد كلمة أحسن إن أنت تشطب عليها كده. خدنا أول 3 كلمات، بقى لنا سوف وكان سوف بوليوشن التلوث. آخد أنهي واحدة؟ في الغالب لما تلاقي كلمتين شبه بعض فبتاخد واحدة من الاتنين، لازم تاخد واحدة من الاتنين. بعد كده راح قايل and و this هذا not make يعني يجعل، make them يعني يجعلهم healthy صحيين، يبقى هذا سوف يجعلهم صحيين. يبقى will اكيد مش هقول تلوث يجعلهم صحيين، فاهم؟ will make them healthy يعني سوف يجعلهم صحيين اللي هم بيعملوه ده. القطعه الثانيه driving جاء من كلمه drive يعني يقود، ودرايفنج معناها قياده، ودرايف معناها يقود. الفرق بينهم ان دي في المصدر لكن دي عليها اي ان جي، ولما يكون عندي اتنين شبه بعض فاكيد هاخد واحد من الاتنين. air يعني هواء، pollution يعني تلوث، dioxide اللي هو الكربون دايوكسيد اللي هو ثاني اكسيد الكربون، oxygen اللي هو غاز الاكسجين. حلو، تعال نشوف القطعه بتاعتنا. The earth الكوكب الارضي، كوكب الارض is a planet planet اللي هو الكوكب on which we live الذي نعيش عليه. We should protect يجب ان نحمي our planet الكوكب اللي احنا عايشين فيه from يعني من، نحميه من ايه بقى؟ هنحميه من قياده، من يقود، من الهواء، من التلوث، يبقى pollution. انا ايه؟ بخمن اني كلمه مناسبه للقطعه بتاعتي او للفراغ اللي ناقص عندي. It has many kinds. it دي عايدة على التلوث. has لديه many kinds أنواع كثيرة مثل air and water pollution. ليه أنواع كثيرة من air والwater pollution؟ water pollution اللي هو تلوث المياه، يبقى تلوث المياه والهواء، يبقى air، أقول هنا air and water يعني المياه والهواء، pollution يعني تلوث، يبقى air and water pollution يعني تلوث المياه والهواء. بعد كده راح قال air pollution تلوث الهواء، كده طبعا خدنا 2 دول. بيقول ان تلوث الهواء is a result يعني نتيجه to the increase يعني زياده الكربون نقط. هو اسمه كربون ايه؟ كربون دايوكسيد ولا كربون اكسجين؟ لا كربون دايوكسيد. كربون دايوكسيد اللي هو ثاني اكسيد الكربون. يبقى كده خدنا دي. اتبقى لنا اكسجين وقياده ويقود. طيب هو بقى في المثال اللي بعديه قال so لذلك we should avoid يعني نتجنب. عايزك تعرف حاجه، ان عندك في جرامر يونت 8 ان avoid من الافعال اللي ياتي بعدها verb plus ing، فلما تلاقي avoid خد الفعل اللي عليه ing يبقى driving. avoid driving يعني تجنب قياده old cars اللي هي السيارات القديمه. القطعه اللي بعدها doing جايه من do يفعل ومعناها فعل او عمل. light يعني اضاءه او نور، ماشي. في كلمه اسمها لايت بالب اللي هي المصابيح الكهربائيه. اوف جايه مع تيرن، ممكن اقول تيرن اوف يعني يطفئ. تو دو معناها لكي يفعل. في هنا 2 شبه بعض، تو دو ودوينج، دي عليها اي ان جي لكن دي تو والمصدر. rechargeable يعني قابل للشحن، قابل للشحن. وكول اللي هو الفحم. تعال انا على اول حاجه we should try to save energy. يجب ان نحاول او ينبغي ان نحاول to save energy ان نحفظ الطاقه as much as بكميه كبيره او بكل امكانيه as much as possible بكل ما يمكن امكانه. we can do many things نقدر نعمل حاجات كتير to save energy لكي نحمي الطاقه. كل ده كده انا بقراه عشان اخمن مكان النقط ايه. like using energy saving نقط bulbs اللي هي مصابيح الكهربائيه. اسمها ايه bulbs؟ اسمها doing bulbs ولا light bulbs ولا off؟ هتبقى light bulbs قرأناها فوق في حفظ الكلمات اللي هي المصابيح الكهربائيه light bulbs. and و not batteries يعني بطاريات ايه؟ فعل بطاريات اضاءه، احنا خدنا اضاءه. off to do rechargeable اللي هي قابل للشحن. rechargeable batteries اللي هي بطاريات قابله للشحن. بطاريات قابله للشحن rechargeable.
بعد كده قال we should turn يعني نشغل او نطفئ، بس هو كاتب فوق off، ولما turn بيجي معاها off هيبقى معناها نطفئ the devices الأجهزة، نطفئ الأجهزة and the lights والإضاءات، وبعد كده راح مكمل. المهم يعني قال our bad habits العادة السيئة اللي احنا بنعملها that we used in the past should be stopped يعني ينبغي أن تتوقف. في قاعدة عندنا كان اسمها قاعدة used to plus infinitive، ودي هنتكلم عنها دلوقتي. used to والمصدر، فأنت عندك فوق to do اللي هي دي used to do، وهو يقصد يعني يقول لك العادة اللي احنا كنا بنعملها زمان اللي هي احنا بنسيب الحاجات شغالة، اللي احنا المفروض نوقف الحاجات دي. used to do in the past should be stopped يجب أن تتوقف. آخر قطعة control معناها يتحكم. control يعني يتحكم. sustainable مستدام. rechargeable يعني قابل لإعادة الشحن. get يعني يحصل على، و getting يعني الحصول على، بس دي في مصدر ودي ing ماشي. trainable يعني قابل للتدريب يدرب. I always used to نقط، لما تشوف used to بيجي بعدها على طول مصدر. اعتدت أن إيه؟ فين الفعل اللي في المصدر؟ get يعني أحصل على the newest phone أجدد موبايل. I have stopped doing that توقفت عن فعل ذلك now الآن because بسبب it isn't نقط. isn't يعني ليس، بسبب إن هو ليس إيه؟ أنا طبعا خدت يحصل على، ليس إيه؟ أقول ليس يتحكم ولا ليس مستدام ولا ليس قابل لإعادة الشحن؟ بس قابل لإعادة الشحن دي بتيجي مع البطاريات باتريز، في هنا بطاريات باتريز فنحط فيها rechargeable اللي هي قابل لإعادة الشحن، عشان rechargeable بتيجي مع البطاريات. يبقى هنا مش هينفع أقول ليس قابل لإعادة الشحن، يبقى ممكن أقول ليس مستدام اللي هي isn't sustainable اللي هو ليس قابلا لإعادة ليس مستداما. now والآن I use أنا بستخدم rechargeable batteries اللي هي بطاريات قابلة لإعادة الشحن. كده أنا بقى لي control وبقى لي getting، بس getting اللي عليها ing مش هستخدمها عشان خلاص خدت اللي شبهها، فلما باخد واحدة التانية مش بحتاجها. وبقى لي trainable اللي هو قابل للتدريب. المهم قال for the TV remote نقط، في كلمة مشهورة اسمها remote control اللي هو remote control اللي هو التحكم عن بعد، الريموت كنترول بتاعنا. الجرامر، تعالى بقى لجزء الجرامر عندنا. هو أول حاجة نبتدي في جرامر يونت 7، هو بسيط جدا، بيتحدث عن زمن الباسيف، والباسيف هو المبني للمجهول. عشان تعرف تحل أسئلة المبني مجهول بسهولة جدا، فهو لازم تبقى عارف إنه بيعتمد على جملة تبدأ بمفعول وليس فاعل. يعني مثلا الجمل بتاعتنا بتبدأ بفاعل، ولكن جمل الباسيف بتبدأ بمفعول. فهتلاقي مثلا بدأ الجملة بالمنزل ويقول لك مثلا المنزل بيتنظف، ده مبني مجهول عشان المنزل ما بيعرفش ينظف، ده هو اللي بيتنظف، يبقى ده بادئ بمفعول وليس فاعل. فكل جمل الباسيف اللي هنتكلم عنها هي جملة تبدأ بمفعول وليس فاعل. مفعول يعني لا يستطيع أن يفعل الشيء بنفسه، هو اللي بيتعمل فيه الحاجة، مش بيقدر يعمل الحاجة زي احنا كبشر كده، لا، بيبدأ بمفعول. فخلاصة الباسيف خلينا نقول كده بالعربي هو اسمه المبني للمجهول. المبني للمجهول وطريقة الحل عليه. أنا هكتب لك سؤال وبعد كده أعلمك طريقة الحل. أول حاجة جاي في جملة بيقول the house نقط، وراح جاي ما بين قوسين كتب لك clean by ندى. واحدة واحدة، يلا مع بعض كده أشوف الجملة بدأت بفاعل ولا بمفعول. طب أنا هعرف منين؟ هقول لك دلوقتي. house معناه المنزل، في الغالب لما تلاقي الكلمة بدأ بغير عاقل يبقى تعرف إن ده مفعول في الغالب. قال لك المنزل clean معناه ينظف، فأنت هتسأل نفسك سؤال عشان تعرف ده فاعل ولا مفعول. بس
هو المنزل بينظف؟ لا، ده المنزل هو اللي بيتنظف، يبقى هو ده الباسيف. وطريقة الحل على الباسيف بقى عشان تقول المنزل بيتنظف، يعني تعرف تحل على المبني المجهول، لازما في الإجابة تحط كلمة is أو تحط كلمة are. والإز تحطها مع المفرد لكن الآر تحطها مع الجمع. طب المنزل أحط له إز ولا أحط له آر؟ ده مفرد يبقى أحط له إز. أدي أول حاجة نحط في الإجابة إز. يبقى لك الحاجة الأخيرة، هو بعد ما بتجيب إز أو آر لازما تاخد الفعل اللي بين قوسين وتخليه في التصريف الثالث، البي دوت بي. واقصد بالبي بي هو كاني اقصد بقول لك فعل في التصريف الثالث. ومعظم الافعال في التصريف الثالث بتبقى جايه لك افعال منتظمه، يعني الافعال المنتظمه لما نيجي نجيبها في التصريف الثالث بنحط عليها في الاخر اي دي. كل اللي هتعمله هتاخد كلين ينظف لانه فعل منتظم، تخليه في التصريف الثالث فتحط عليه في الاخر اي دي. يعني تكتب از وكلين تاخدها تحط عليها في الاخر اي دي، يبقى الاجابه بتاعتك اسمها is cleaned. بدل ما هي clean ينظف هيبقى اسمها is cleaned يعني ينظف. فترجمت الجمله the house is cleaned by ندى يعني ينظف المنزل بواسطه ندى. طيب فجمل الباسيف هي جمل تبدا بمفعول وليس فاعل. اما لو كانت الجمله بتقول كتب مثلا the parks نقط جه ما بين قوسين راح كاتب visit by tourists. واحدة واحدة عشان أعرف الجملة بتبدأ بفاعل ولا مفعول أترجم الكلمة دي. parks معناها الحدائق، والحدائق غير عاقل ففي الغالب هتبقى مفعول. visit معناها يزور أو تزور. أسأل نفسي سؤال، هل الحدائق تزور؟ هي الحدائق بتزور؟ لا، ده الحدائق هي اللي بتتزار، يبقى ده مبني للمجهول. بس المرة دي كتب حدائق، يبقى هتجيب از ولا هتجيب ار؟ هتجيب ار عشان هي جمع، يبقى تيجي أول حاجة في الإجابة تكتب ار. تاني حاجة هتاخد الفعل يزور تخليه في التصريف الثالث. عشان تخلي visit في التصريف الثالث حط عليها في الآخر ed، تبقى الإجابة are visited كده عشان خليتها تصريف ثالث. ولما خليت visit تصريف ثالث حطيت عليها في الآخر ed لأنه فعل منتظم. The parks are visited by tourists يعني تزار الحدائق بواسطة السياح. أما بقى لو كانت الجملة فيها كلمة من الكلمات الدالة على الماضي زي اللي هكتبها لك دي فتحل بطريقة الماضي اللي هقول لك عليها. الكلمات الدالة على الماضي. في حاجة اسمها الكلمات الدالة على الماضي، لو ظهر في الجملة كلمة منهم يبقى الجملة في زمن الماضي فتحلها بالطريقة اللي هقول لك عليها. طب ايه هي الكلمات الدالة على الماضي الخاصة بالدرس ده؟ أول حاجة عندنا كلمة yesterday، عندنا last yesterday last، وعندنا ago، وعندنا in the past، وكلمة ancient، وكلمة ومفيش هنا كلمة تاني هي ancient، وعندنا تاريخ قديم. دي الحاجات الدالة على الماضي اللي عندك في الدرس ده أو الخاصة بالدرس ده. لو عايز أترجم yesterday معناها أمس، last معناها السابق، ago معناها منذ، وin the past معناها في الماضي، وكلمة ancient معناها قديم، وتاريخ قديم لو موجود تاريخ قديم في الجملة زي مثلا 1969 يبقى ده تاريخ قديم فيدل على الماضي. فدي الكلمات الدالة على الماضي. مالها؟ لو أي جملة ظهر لك كلمة من الكلمات الدالة على الماضي فبدل ما هتجيب از وار هتجيب الماضي من از وار اللي هم ووز أو وير. مثلا يعني لو جه في جملة وقال لك the house وجه ساب نقط وجه ما بين قوسين كتب clean by ندى yesterday. آخر الجملة عندك هنا كاتب yesterday. عايزك لما تاخد بالك من yesterday فخلاص عرفت إن الجملة دي في زمن الماضي. تعال نشوف ده بقى مبني للمجهول أصلا ولا لأ.
هو the house معناه ايه؟ المنزل. the house معناه المنزل. clean معناه ينظف. اقوم سائل نفسي سؤال، هل المنزل ينظف؟ لا، ده المنزل بيتنظف، يبقى ده مبني للمجهول. بس مبني مجهول وفيه كلمة yesterday في آخر الجملة، يعني دال على الماضي. وبما إن الجملة فيها كلمة دالة على الماضي، فبدل ما هتجيبوا is و are هتجيبوا يا إما was يا إما were. طبعا الووز هنجيبها مع المفرد، لكن الوير هنجيبها مع الجمع. وبما إن house منزل مفرد يبقى هنجيب was. تاني حاجة هناخد الفعل clean نخليه في التصريف الثالث برضه نفس طريقة الحل، بس انا بدل ما اقول از قلت was. طب ليه يا عم قلت كده؟ عشان في اخر الجمله كلمه yesterday من الكلمات الداله على الماضي، فجيت على clean خليتها بقت cleaned. was cleaned يعني نظف باي ندى yesterday بواسطه ندى امس. ادي المبني المجهول. وفي حته بس صغيره اسمها النفي، فلو عايز تعمل نفي قول wasn't، لو كنت هتقول was يعني قول wasn't. وهنا لو عايز تعمل نفي تعالى على الار خليها aren't، وهنا لو عايز تعمل نفي تعالى على الاز خليها isn't. وهقول لك امتى تعمل نفي دلوقتي. تعال نشوف الاسئله اللي خاصه بالوحده دي. احنا كده شرحنا جرامر يونت 7. هو بس القصه كلها في ايه؟ في الكلمات. تحفظ كلمات على قد ما تقدر، والجرامر ده لعبتي يا صاحبي. انا اشرح لك الجرامر وانت تقعد تحفظ في الكلمات، وبعدين اعلمك تعمل محادثه واعلمك ازاي ترد على القطعه وتكتب باراجراف بنفسك، ونبقى احنا قفلنا اللعبه. أول سؤال Egypt مصر. visit يعني تزور. عرف. مصر تزور. أسأل نفسي سؤال، هي مصر بتزور؟ لا، ده مصر بتتزار. يبقى ده مبني للمجهول، لأن Egypt visit مصر ما بتزورش، مصر بتتزار. طب ده مبني للمجهول، هتحل بإز وآر ولا بوز وير؟ والله على حسب. لو لقيت كلمة من كلمات الماضي استخدم ووز وير، ولو ما لقيتش كلمة من كلمات الماضي استخدم إز أو آر. طب تعال ندور على كلمة من كلمات الماضي. مفيش. في every day. لا every day دي معناها كل يوم، مالكش دعوة بيها، دي تبع المضارع عادي جدا. يبقى خلاص هتستخدم إيه؟ إز، لأن ايجيبت مفرد فعشان كده جبت إز. تاني حاجة هتاخد visit تخليها تصريف ثالث تبقى visited. is visited. سؤال رقم 2 many bridges. bridges هنا معناها كباري، والكلمة دي جمع. make يعني تصنع أو تجهز. هي الكباري بتصنع أو بتجهز؟ لا، ده بتصنع أو بتتعمل، بتجهز، حد تاني هو اللي بيعملها، فالكباري دي مفعول لأنها غير عاقل كمان. طب هل في كلمة دالة على الماضي؟ لا، ده في every year كل سنة. لا، يبقى خلاص ده مش إيه؟ مش ماضي، فاستخدم is أو are. طب الكباري جمع يبقى تقول are. تاني حاجة تاخد make تخليها تصريف ثالث، والتصريف الثالث من make تبقى made، ما حطلهاش ed لأنها فعل غير منتظم، والتصريف الثالث من make اسمه made. سؤال 3 English اللغة الإنجليزية teach يعني تعلم. أسأل نفسي سؤال، هو اللغة الإنجليزية بتعلم؟ لا، ده بتعلم، حد تاني هو اللي بيعلم الإنجليزي. يبقى ده مبني للمجهول. هل في حاجة دالة على الماضي في آخر الجملة؟ لا، يبقى تجيب is أو are، وعشان الإنجليزي مفرد جبت is. تاني حاجة هاخد teach أخليها تصريف ثالث، التصريف الثالث من teach يبقى taught. 4 the land الأرض. is جايب لكم is، وكاتب cover يعني يغطي أو تغطي. هي الأرض بتغطي؟ لا، ده الأرض بتغطى بواسطة بقى أي حاجة، باي ايس بواسطة الجليد أو أي حاجة. يبقى ده مبني مجهول، بس هو كمان مساعدك جايب لك is. فأنت تعمل إيه؟ هتاخد الفعل cover يغطي تخليه تصريف ثالث تبقى is covered تغطى. 5 a list. list يعني قائمة. of new 7 wonders من عجائب الدنيا السبعة. make يعني تجهز، ماشي؟ in 2007 سنة 2007. طب ده 2007 ده ماضي، تاريخ قديم، ماشي؟ بس بيتكلم عن القائمة، هي القائمة بتجهز؟ لا، ده القائمة هي اللي اتجهزت سنة 2007، فده مبني مجهول. فتحل بقى بمبني مجهول تجيب از وار، بس هنا في تاريخ قديم يبقى خلاص ما تجيبش از وار، قول ووز او وير. طب القائمة من عجائب الدنيا السبعة، في ناس كتير بتفتكر ان دي جمع فهيقوم جايبين الجمع، لا، هو بيتكلم عن القائمة، ليست قائمة، فدي مفرد يبقى تجيب ووز. وتاني حاجة تاخد ميك تخليها تصريف ثالث تبقى ميد يبقى ووز ميد. سؤال 6 ليك يعني البحيرة. فورم يعني تكون أو تشكل.
hundreds of years ago. في ago في آخر الجملة يبقى الجملة دي في الزمن الماضي. طب هي البحيرة بتكون؟ لا، ده اتكونت. هو اتكونت يعني هي ما كونتش نفسها، يبقى هتجيب مبني مجهول، وعندك ago في الآخر يبقى نعمل was أو were. عشان البحيرة مفرد يبقى نجيب was. تاني حاجة هناخد form نخليها تصريف تالت. التصريف التالت من form نحط لها ed يبقى was formed يعني شكلت. The nice photo الصورة. take يعني تأخذ، هي الصورة بتأخذ؟ لا، يعني تؤخذ أو أخذت، بس عندك في الآخر last week الأسبوع السابق فده دال على الماضي يبقى نجيب was أو were. يبقى فوتو نجيب لها was عشان هي مفرد، وناخد take نخليها تصريف ثالث، والتصريف الثالث من take بنحط لها ان في الآخر تبقى taken was taken. 8 the room الغرفة. clean يعني تنظف، هي الغرفة بتنظف؟ لا، ده اتنظفت أو بتنظف. عندك في الآخر yesterday يعني الجملة دي في زمن الماضي يبقى تجيب was أو were، وعشان الغرفة مفرد أجيب was. تاني حاجة أخد clean أخليها تصريف تالت تبقى was cleaned. سؤال 9 squash لعبة السكواش doesn't play. سيبك من ال doesn't play يعني تلعب. هي لعبة السكواش بتلعب؟ لا، ده بيلعب بها يبقى ده مبني للمجهول فتجيب is أو are. طب لعبة السكواش مفرد يبقى تجيب is. هل هنا في حاجة بس دالة على الماضي الأول قبل ما أجيب is و are؟ لا مفيش، يبقى خلاص is و are، مش هنجيب was و were. سكواش مفرد فتجيب is. خلي بالك بقى إن هو حاطط لك ما بين قوسين doesn't، و doesn't دي يعني نفي، فطالما هو عامل نفي بين قوسين يبقى أنت تعمل نفي أنت كمان. انت بس شيل doesn't واحنا جبنا is بدلها، بس تيجي على is تخليها منفيه تبقى isn't. ليه؟ عشان هو عامل نفي فتعمل نفي زي ما هو عامل نفي، وتاخد play تخليها تصريف ثالث. التصريف الثالث من play يبقى played يبقى isn't played. ايه ده؟ طب ليه ما استخدمتش doesn't في الاجابه؟ لان ده مبني للمجهول، والمبني المجهول ما بنستخدمش فيه ولا don't ولا doesn't، احنا بنستخدم يا is يا are يا was يا were. واحنا طبعا هنا جينا على الاز خليناها منفيه عشان هو كان عامل نفي فخليناها تبقى isn't. بقت isn't played ودي معناها بالعربي لا تلعب. يبقى لعبة الاسكواش لا تلعب by many students بواسطة الكثير من الطلاب. ادي كده يونت 7 خلص. اليونت اللي بعديه هو خاص بقاعدة اف. احنا نشرح قاعدة اف كاملة دلوقتي ونلخصها ويبقى لنا قاعدة صغيرة، ونبقى شرحنا الجرامر في اقل من ساعة يعني. قاعدة اف احنا عندنا لقاعدة اف حالتين، عشان تبقى عارف برضو لما تدخل اولى ثانوي ان شاء الله هتقابل لقاعده اف الاربع حالات بتوعها الترم الثاني، وعندك هنا في ثالثه اعدادي بتدرس الحاله الاولى والحاله الثانيه، وهم سهلين جدا وكل واحده بيميزها حاجه معينه، فانا هقول لك على الاثنين تحت بعض كده عشان انت تفهم. اول حاجه اف كونديشنز، حالات قاعده اف الحاله الاولى. رقم 1 هنتكلم عن الحاله الاولى. عايز اقول لك ان الحاله الاولى هو بيبدا الكلام بكلمه اف، او ممكن يبدا بكلمه وين، بس اف اشهر يعني، فعشان دي حاله بتتكلم عن قاعده اف فهتلاقيه بادئ الكلام باف. قال لك ان اف هيجي بعدها على طول مضارع بص معايا كده بسيط، مضارع بسيط، وبعد ما يجي مضارع بسيط هيعمل كومه صغيره وبعد كده هيستخدم كلمه ويل، وطبعا ويل دي بيبقى في قبلها فاعل وبعدها على طول فعل في المصدر. فدي الحاله الاولى، لازم تبقى حافظ السطر كده على بعضه. اف معناها اصلا بالعربي اذا او لو، بيجي بعدها مضارع بسيط وبعد كده ويل، مضارع بسيط وويل. فلما اقول لك الحاله الاولى من قاعده اف تقول لي مضارع بسيط وويل، الاثنين مرتبطين ببعض، يعني في مضارع بسيط يبقى لازم بعد الكوما يبقى في ويل، ولو في ويل بعد الكوما يبقى لازم يكون في مضارع بسيط. وانا عارف ان في ناس قاعده دلوقتي مش عارفه يعني ايه مضارع بسيط، هقوله لك دلوقتي حالا. هقول لك بس الحاله الثانيه. الحاله الثانيه الاول، الحاله رقم 2 قال لك برضه هنبدا الكلام بكلمه اف، بس مش هنجيب بعدها مضارع بسيط، هنجيب بعدها ماضي بسيط. ماضي بسيط، وبعد كده هنعمل كوما، وبدل ما هنجيب ويل هنجيب الماضي من ويل اللي هي كلمه اسمها would معناها كان سوف، دي معناها سوف، لكن دي معناها كان سوف، وبرده بيجي قبلها فاعل وبعدها فعل في المصدر. القصه كلها ان انت لما تيجي تبص على الحالتين كده عرفت تفرق بينهم، ان الاولى مضارع بسيط بعد كده ويل، لكن الثانيه ماضي بسيط وبعد كده would. فلو لقيته جايب مضارع هتستخدم ويل، ولو لقيته جايب ماضي هتستخدم would.
والعكس. يعني لو هو جايب لك will يبقى انت تعمل مضارع، ولو هو جاب لك would يبقى انت تعمل ماضي. طب في ناس ما بتعرفش تعمل مضارع، نقول لهم ايه؟ تعالى نقول المضارع البسيط يا سيدي. ايه دي؟ كان سوف، كان سوف. ده وقت السحور يا جماعه، لسه ما سحرناش، هنسجل الحصه دي في رمضان الساعه دلوقتي 3. ف كان سوف. فسامحني يعني لو سقطت في حاجه وانا بكتب، بس ان شاء الله مش هنسقط. يلا تعالى نشوف ما هو المضارع البسيط. المضارع البسيط. اللي قاعد مش عارف يعني ايه مضارع بسيط، فنقول له بكل سهوله كده ان المضارع البسيط ده عباره عن شكلين من الفعل. عباره عن شكلين من الفعل، يا اما عباره عن فعل في المصدر، عباره عن فعل في المصدر infinitive، فعل بدون اي اضافات، زي مثلا eat ياكل، زي play يلعب، فعل في المصدر ما عليهوش اي حاجه، ده بيبقى مضارع بسيط. او ممكن يبقى عباره عن فعل في المصدر برضه، في المصدر بس محطوط عليه في الاخر، محطوط عليه في الاخر حرف الاس او الاي اس او الاي اي اس، المهم يكون اخره حرف الاس. يعني مثلا eat محطوط عليها في الاخر حرف الاس، مضارع بسيط برضه. يعني لو مكتوبه في المصدر تبقى مضارع بسيط، ولو عليها حرف الاس تبقى مضارع بسيط. هيجي واحد تقول لي طب افرق ازاي؟ هو ده مضارع بسيط على فكره، فعل في المصدر او عليه حرف الاس. يعني eat او eats، play او plays، ديك او دي، ده مضارع بسيط وده برضه مضارع بسيط، فعل في المصدر او عليه في الاخر حرف الاس. طب انت هتفرق ازاي للي مش عارف؟ عشان تفرق ما بين المصدر واللي عليه حرف الاس تبقى عارف ان ده بيجي مع بعض الضمائر وده بيجي مع بعض الضمائر الثانيه. يعني مثلا اللي في المصدر ده لازم يكون جاي قبليه فاعل من دول، يا اما يجي قبليه اي، يا اما يو، يا اما وي، يا اما زي. اي ويو ووي وزي. يعني لو هتستخدم اي او يو او وي او زي خلي الفعل معاهم في المصدر، ده في المضارع البسيط. طب عشان تخلي الفعل عليه حرف الاس تجيب له انهي فعل؟ تجيب له الثلاثه المشهورين اللي هم الهي والشي والات. فلو الفاعل بتاعنا هي او شي او ات يبقى لازم الفعل بتاعه يكون عليه في الاخر حرف الاس. ده المضارع البسيط. تاني مضارع بسيط يعني ايه؟ يعني فعل في المصدر او فعل عليه اس. فعل في المصدر بيجي مع الاي واليو والوي والزي، لكن الفعل اللي عليه اس بيجي مع الهي والشي والات. هو ده المضارع البسيط. طيب الماضي البسيط. الماضي البسيط. الماضي البسيط. والله الماضي البسيط ده مريح دماغه، بيقول لك فعل اخره اي دي بس، هو ده الماضي البسيط. يعني مثلا play عايز اخليها في الماضي احط لها اي دي تبقى played. بس مش كل الافعال بصراحه يتحط لها اي دي عشان تبقى في الماضي. في نوع تاني من الافعال بيبقى فعل غير منتظم، وده بقى بيقعد يتحفظ، تقعد تحفظ فيه. يعني مثلا فعل زي have يتناول، الماضي منه had، تناول او امتلك. فعل زي go يذهب، الماضي منه went ذهب. فعل زي take الماضي منه took اخذ. فدي افعال غير منتظمه تقدر تقعد تحفظ فيها لحد الامتحان بتاعك، وهي افعال بسيطه جدا مش صعبه، واحنا مع التكرار في الاسئله بنحفظهم. يعني مثلا سي الماضي منها السو، والافعال اللي قدامك دي افعال غير منتظمه اغلبكم عارفهم. فالفعل لما تيجي تجيبه في الماضي او الماضي البسيط عامه بيبقى عباره عن فعل اخره اي دي، او ممكن يطلع فعل غير منتظم وانت بتبقى حافظه من شكله كده بتعرف. يبقى المضارع البسيط ده عباره عن فعل في المصدر او فعل عليه اس، لكن الماضي البسيط فعل اخره اي دي او ممكن يطلع فعل غير منتظم زي الثلاث افعال دول. ده بالنسبه لقاعدتين اف. فاحنا بقى ايه؟ هنكتب لك قاعدتين اف كده بسرعه عشان تفرق بينهم. اول حاجه اف الحاله الاولى بيجي بعدها مضارع بسيط، وبعد كده بيعمل كوما،
وبعد كده بيجيب will. طب الحالة التانية، الحالة التانية هيقول لك إن if هيجي بعدها ماضي بسيط وبعدين يعمل كوما وبعد كده يجيب كلمة would. would. بص بقى، هكتب سؤال دلوقتي ونشوف هنعمل ايه. السؤال بيقول if you eat many sweets you not sick. فكرة أي سؤال هيجي لنا لازم نشوف if جاي بعدها مضارع ولا ماضي. أول حاجة if عايزين نشوف بعدها ده مضارع ولا ماضي. هنشوف ده فاعل you ده ماليش دعوة بيه. الفعل اللي جاي بعديه هو اللي هيقول لي مضارع ولا ماضي. لو بصيت كده على الفعل eat هتلاقي إن الفعل ده في المصدر، ولما يكون الفعل في المصدر يبقى ده مضارع بسيط، زي ما قلت إن المضارع البسيط يا إما فعل في المصدر أو عليه في الآخر حرف الاسم، يبقى ده مضارع بسيط. وطالما اف جلع ده مضارع بسيط يبقى الناحيه الثانيه هنستخدم كلمه ايه؟ ويل. ادي الكوما اهي، دي الكوما، بعد الكوما هنستخدم كلمه ويل بس خلاص. هو ده الحل على القاعده. لو لقيت مضارع روح هناك استخدم ويل. حد يعرف العكس من ويل؟ حد يعرف ايه؟ وحد سامعني؟ ويل الماضي النفي منها اسمه وونت. وونت دي عكس ويل، معناها لن. لن. ويل سوف، النفي منها اسمه وونت يعني لن. والنفي من would اسمه wouldn't. wouldn't هو يعني ايه؟ لم يكن، حاجه ما حصلتش. طب تعال نجيب بعد if ماضي. تلاقي الجمله بتقول if، ماشي، if I had much money، لو عندي فلوس كتير I buy a car. هنا بقى في السؤال ده هتلاقي ان if جاي بعدها I had. ده I ده فاعل سيبك منه. had ده فعل في الماضي، فهنا if جه بعدها ماضي، واف لما بيجي بعدها ماضي يبقى الناحيه الثانيه استخدم ايه؟ would مش will. يبقى دي الكوما اهي، يبقى بعد الكوما اقوم مستخدم would. would دي معناها كنت بيقول لك if I had much money، لو كان عندي فلوس كتير I would buy a car، كنت هشتري عربيه. معنى كده ان انا ما عنديش فلوس اصلا، فاهم؟ فدي الحاله الاولى والثانيه لقاعده اف، ان اف لو جه بعدها مضارع هنستخدم will، ولو جه بعدها ماضي هنستخدم would. ممكن يعكس ازاي؟ ممكن هو يبقى سايب لك النقط هنا ويجيب لك will في الاخر فانت تقوم عامل مضارع، وهقول لك ازاي تعمل مضارع. او يسيب لك النقط هنا ويجيب لك would في الاخر فانت تقوم عامل ماضي. طب ازاي؟ تعال يجي في السؤال يقول if he نقط ويجي ما بين قوسين يحط eat، يلا بعد كده راح كاتب many sweets، ماشي، he will be sick. بص بقى القصه كلها انه جاي سايب لك النقط مكان المضارع والماضي. ادي اف اهي، وده فاعل سيبك منه، بعد الفاعل يا مضارع يا ماضي. طب انا اجيب مضارع ولا ماضي؟ اشوف بعد الكوما. ادي الكوما اهي، بعدها جايب ويل ولا وود؟ ده جايب ويل. طالما جاب ويل يبقى انت اعمل مضارع. طب هو المضارع ده انا نسيت، المضارع ده يا اما فعل في المصدر يا اما فعل عليه اسم. طب انت تجيب مصدر ولا تجيب عليه اسم؟ بص على الفاعل اللي قبل النقط عشان تعمل المضارع. شوف الفاعل اللي قبل النقط. تعال الهي، ولو كان في المضارع عندك هي او شي او ات يبقى لازم الفعل اللي هيجي بعدهم يتحط له في الاخر حرف الاس زي ما كنت قايل فوق من شويه. يبقى هنا بص كده، بص في المضارع الهي والشي والات بيخلوك تيجي للفعل وتحط له في الاخر حرف الاس. يعني ايت المفروض يكون عليها حرف الاس. يعني الاجابه هنا هتقول لي تبقى ايتس، تكتب ايت وتضيف لها حرف الاس بسبب ان هنا فيه هي. طب عملت ليه مضارع؟ عشان فيه ويل في الاخر.
طب لو كان في would كنا هنعمل ماضي. يعني بص الجمله دي بتقول if I have much money I would buy a car. بص كده بقى الجملة دي كتب اف وده فاعل سيبك منه ملوش لازمة، وليه لازمة بس انا مش فارق معايا دلوقتي. هنا اجيب مضارع او ماضي. طب اجيب مضارع ولا ماضي؟ روح هناك شوفوا كاتب ويل ولا وود. اي وود. طالما كتب هو وود يبقى انت تعمل ماضي. طب الماضي من هاف لازم تبقى حافظ ان الماضي من هاف اسمه had. if I had much money لو كان عندي فلوس كتير I would buy a car كنت هشتري عربية. ده بالنسبة لإف لما بيجي بعدها مضارع لازم يكون في will، ولما بيجي بعدها ماضي لازم يكون في would. اما بقى اف لو جت في نص الجملة، لو اف جت في نص الجملة تبقى لك برضه عشان هنلاقيها في الأسئلة واحنا بنحل. لو اف جت في نص الجملة، بص يا سيدي في الحالتين ممكن تيجي في نص الجملة. فلو جات لك في نص الجملة يا هيجي بعدها مضارع بسيط، يا هيجي بعدها مضارع بسيط، يا هيجي بعدها ماضي بسيط. لو جه بعدها مضارع يبقى يجي قبلها will. طب لو جه بعدها ماضي يبقى يجي قبلها ايه؟ would. بس خلاص خلصت قاعدة اف. قاعدة اف موجودة في الوحدة الثامنة والوحدة التاسعة. احنا كده شرحنا نص الثامنة ونص التاسعة. طب ده بالنسبة لقاعدة اف. هنشوف الأسئلة عليها واحنا بنحل بقى في PDF اللي هنا. ده الشرح برضو، بس الشرح اللي احنا كتبناه على PDF التاني أحسن. تعالى شوف هنا السؤال. يلا اف عايزين نشوف جاي بعدها مضارع ولا ماضي. شوف الفاعل وسيبك منه وشوف الكلمة اللي بعديه. if seas لو البحار become. تعال على become. seas دي اللي هي الفاعل او our seas يعني بحارنا become. become يعني تصبح. بص كده على become. become دي فعل في المصدر. become دي فعل في المصدر، وبما انها فعل في المصدر يبقى مضارع، وبما انه جايب بعد if مضارع يبقى الناحية التانية هنجيب مين؟ will. يبقى تيجي في النقط تقوم حاطط كلمة will. يبقى تيجي هنا تحط will. طب يا مستر ده في كلمة اسمها die يعني يموت موجودة بين قوسين. عادي نزلها بعد will. اصل will بيجي بعدها فعل في المصدر يا ابني، فانت لازم تحط بعدها فعل في المصدر، وده اصلا فعل في المصدر اهو، نزله زي ما هو. ترجمة الجملة if our seas become warmer يعني لو بحارنا اصبحت اكثر دفئا coral reefs will die الشعب المرجانية سوف تموت. الجملة الثانية ادي if. حلو. شوف بعدها جايب مضارع ولا ماضي. يلا ده فاعل، ده فاعل مالكش دعوه بيه ملوش لازمه. لا ليه لازمه بس مش مهم. از دي مضارع ولا ماضي؟ از دي مضارع، وبما انه جايب بعد اف مضارع يبقى الناحيه الثانيه اجيب ويل. ايه ده بيقول لك صحح الخطا في وود، يبقى شيل وود وحط مكانها ويل. يا سلام على الحلاوه. 3 ماشي. اف في نص الجمله. حلو. شوف لي بعدها جايب مضارع ولا ماضي. كاتب if he doesn't. ايه doesn't دي؟ بص يا سيدي في عندنا حاجه اسمها نفي المضارع البسيط، ونفي المضارع البسيط بيتم عن طريق كلمة don't أو كلمة doesn't. don't أو doesn't، بس الفرق بينهم إن don't بتيجي مع الجمع لكن doesn't بتيجي مع المفرد. دول نفي المضارع. أما الماضي البسيط، نفي الماضي البسيط بيتم عن طريق كذا كلمة، بس أشهرهم كلمة didn't، و didn't معناها لم. ماشي. طب هنا جايب بعد if he doesn't دي خاصة بنفي المضارع. ده نفي المضارع. طب بما انها نفي مضارع يبقى if هنا جاي لك بعدها مضارع ولا ماضي؟ مضارع. ولما if يجي بعدها مضارع اجيب قبلها ايه؟ will. يبقى تيجي في النقط تحط will. بس في حاجة صغيرة بقى تتعمل، انه حاطط لك نوت ما بين قوسين. لما يكون حاطط نوت بين قوسين يعني عايزك تنفي كلمة will. طب انفي will ازاي؟ عادي قول will not، او ممكن تختصرها الى want اللي كتبتها من شويه اللي هي دي want. يعني ممكن بدل ما تكتب will not ممكن تكتب want كده WON apostrophe T تبقى want.
دي معناها لن. طب ليه يا مستر جبتها؟ عشان حاطط لك نوت ما بين قوسين، يعني عايزك تنفي ويل. ممكن تنفي ويل بويل نوت او تختصرها الى وونت. طب بعد كده ويل لازم يجي بعدها فعل في المصدر، او حتى ويل نوت يجي بعدها فعل في المصدر. اهو كلمه باي نزلها في المصدر زي ما هي، يبقى الاجابه ويل نوت باي، او ممكن تقول وونت باي على طول. السؤال ده if we had، ده if، سيبك من الفاعل. had ده ماضي، had ده فعل في الماضي، وبما انه جايب بعد if ماضي يبقى هناك استخدم will ولا would يبقى تيجي في النقط تحط would. طب would يا مستر ايه كلمه باي اللي بين قوسين؟ ده باي دي يشتري، ده فعل في المصدر يا ابني، يبقى لازم تنزلها بعدها على طول في المصدر، يبقى would باي. تعال على السؤال اللي بعديه، هتلاقي if في نص الجمله. حلو، ادي if. شوف لي بعدها مضارع ولا ماضي. هي لا ده فاعل، سيبك منه. studied فعل اخره اي دي يبقى ماضي، وبما انه جايب بعد اف ماضي يبقى تحط قبلها would مش will. هو بيقول لك صحح الخطأ في will، يبقى انت بدلها بتحط would. رقم 3 what would، في would اهي واف في النص، ده جايب would يبقى هنا تستخدم مضارع ولا ماضي؟ طالما جاب would يبقى هنا تستخدم ماضي. طب بي ايه ده؟ بي ده بي ده هتجيب الماضي منه. طب الماضي من بي ايه؟ مش هو هنا عايز ماضي عشان حاطط would، يبقى تجيب الماضي. طب الماضي من بي، الماضي من بي بيبقى was aware، ولكن لما تيجي في الحاله الثانيه من قاعده اف ما بنستخدمش فيها was خالص، فتحط where بس. تقول يا مستر ده وير ممكن تيجي مع الجمع بس. لا عادي، مفرد او جمع هنحط وير، بس الكلام ده في الحاله الثانيه من قاعده اف بس. فلما تيجي تجيب الماضي من بي was او وير، بس احنا هنستخدم وير بس مش هنستخدم was. يبقى الاجابه بتاع السؤال ده وير. طب ليه عملت الماضي يا مستر؟ عشان في هنا would، وطالما في would يبقى بعد اف لازم يجي ماضي، والماضي من بي was او وير. طب استخدم was ولا وير؟ خليك في وير بس. وير بس هي اللي بنستخدمها في الحاله الثانيه من قاعده اف، والحاله الثانيه من قاعده اف بس مش حاجه ثانيه. يلا 4 if I had، I ده فاعل سيبك منه، had ده فعل في الماضي. طالما عندك فعل في الماضي يبقى تروح الناحيه الثانيه تستخدم ايه؟ would، يبقى لازم تحط would. طب وريد ده يقرا، ده فعل في المصدر نزله عادي جدا would read. يلا if هنا جاي بعدها، لا ده هنا بيسالك بقى يا تجيب مضارع يا تجيب ماضي. طب خلاص اروح اشوف هناك جايب will ولا would؟ جايب هنا would، يبقى تجيب ماضي. طب الماضي من have يبقى had. 6 if I had ماضي اهو، يبقى تروح هناك تستخدم would. هو بيقول لك صحح الخطأ في will، يبقى بدل will شيلها وحط would بس. عارف لو قال لك صحح الخطأ في كان زي السؤال ده اهو، هنا نفس السؤال برضو ماضي اهو، بس هنا بيقول لك صحح الخطأ في كان. هنا بقى بدل ما تقول would قول could، عشان احنا عندنا will بتتحول لwould وكان تتحول لكود، فكود دي زيها زي would يعني بالظبط، عادي تمشي. بدل كان لما تلاقي كان كده حولها لكود بدل would. سؤال 8 I would وجايب if في نص الجملة. طب if في نص الجملة وجايب هنا would يبقى استخدم بعدها ماضي. طب الماضي من no ده معناه يعرف، الماضي منه يبقى knew كده، عارفة. طيب 9 if هيجيب بعدها يا مضارع يا ماضي. طب شوفوا في الآخر جايب will ولا would؟ ده جايب would يبقى خلاص أجيب ماضي. طب studies الماضي منها بتشيل الاس وتحط مكانها الدي يبقى studied ذاكرة. ادي كده القاعدة if. دي بعض الافعال ياتي بعدها to المصدر. need يحتاج بيجي بعديه to المصدر. plan يخطط بيجي بعديه to المصدر. choose يختار بيجي بعديه to المصدر. decide يقرر to المصدر. وhope يأمل. want وhelp كل دي افعال بيجي بعدها to المصدر لازم تبقى حافظها. intend ينوي. ask يسأل. decide expect يتوقع. refuse يرفض. arrange يرتب. offer يعني يعرض. كل دي أفعال بيأتي بعدها to المصدر. promise يوعد. learn يتعلم. كل دول بيجي بعدهم على طول to المصدر. تعال نشوف الأسئلة بتاعتهم إيه عشان أقول لك يعني إيه to المصدر. بص كده السؤال رقم 4 ده we plan لسه قارئه لك من شوية معناه يخطط بيجي بعديه to المصدر. أدي plan بيجي بعديه to المصدر. طب لما تلاقيه في السؤال هتعمل إيه؟ هتيجي أول ما تشوف بلان تقوم كاتب to وتاخد الفعل اللي بين قوسين تخليه في المصدر. spend ينفق هو أصلا في المصدر يبقى تكتبه زي ما هو spend في المصدر. تعالى على 6 what do you need يحتاج بيجي بعديه to المصدر. تعال طلع need أول واحد أهو
يحتاج بيجي بعديه تو المصدر، يبقى تيجي على نيد كده في النقط تكتب تو، تاخد اللي بين قوسين تخليه في المصدر، بس اللي بين قوسين ده المره دي مش في المصدر، ده عليه اي ان جي عادي، شيل من عليه الاي ان جي خليه في المصدر، يبقى الاجابه بتاعتك 2 باي. ادي كده الافعال اللي قراتها بيجي بعدها تو المصدر، بيجي منهم واحد في الامتحان. اما بقى الافعال دول اللي بيجي بعدهم اي ان جي دول بدلهم، واهم واشهر واحد فيهم اسمه كيب وافويد، مهم جدا بيجي بعديه تو اي ان جي. كيب وافويد دول بيجي بعديهم اي ان جي مش تو المصدر، ومعاهم انجوي بيجي بعديه اي ان جي ومهم جدا بتيجي في الامتحانات كتير. suggest يقترح بيجي بعديه اي ان جي، وعندك mind يمانع، وبراكتس يتدرب، وجو يذهب، ومعاك بعد كده prefer يفضل، dislike يكره، ومس يفقد او يفوته، ولove يحب، ولايك يحب، كل دول بيجي بعديهم اي ان جي. الافعال اللي قراتها لك دي بيجي بعدها اي ان جي، وكيب وافويد وانجوي وسجست مهمين جدا بيجي بعديهم اي ان جي. طب السؤال بتاعهم يجي ازاي؟ تعال avoid avoid enjoy، بص avoid وانجوي، avoid وانجوي مهمين جدا، بقول لك بيجي بعديهم اي ان جي، اي حاجه هتيجي بعديهم حط لها اي ان جي، يعني بوليوت بعد افويد حط لها اي ان جي، بس وانت بتحط اي ان جي البوليوت شيل الاي اللي في الاخر وبعدين حط اي ان جي، لان الاي قبلها حرف ساكن، ولما يكون الحرف بتاع الاي قبليه ساكن شيل الاي وبعدين حط الاي ان جي بتاعتك. تعال على 2 افويد كات، حط الكات اي ان جي، بس كات قبلها التي قبلها حرف متحرك، لما يكون الحرف اللي قبل الاخير متحرك كرر الاخير كمان مره وبعدين حط الاي ان جي يبقى كاتنج. انجوي اي ان جي، خد بلاي حط لها اي ان جي، بلاي حط لها اي ان جي عادي من غير ما تشيل حرف الواي، ما يشالش يفضل موجود. 5 كيب يعني يحفظ او يحافظ، برضه اي ان جي، بص كيب اول واحد اهو يبقى تحط بعديه اي ان جي، يبقى تيجي على كيب بيرن تخليها بيرنينج اي ان جي. suggest يقترح او اقترح اي ان جي يبقى going. ادي كده الافعال اللي بيجي بعدها اي ان جي. اخر قاعده عندنا في نص المنهج، القاعده الاخيره، قاعده used to. قاعده used to، قاعده used to معناها بالعربي اعتاد ان، وهي قاعده لطيفه وجميله جدا، لذيذه جدا. قاعده used to معناها اعتاد ان يفعل شيء في الماضي، يعني ما كانش بيعمل حاجه وبقى يعملها، او كان بيعمل حاجه وما بيعملهاش، يعني حد ما كانش متعود على حاجه ودلوقتي بقى يعملها، او كان متعود على حاجه ودلوقتي ما بيعملهاش. قاعده used to، used to ركز فيها قوي، معناها اعتاد ان يفعل شيء في الماضي ولا يفعله الان، كان متعود يعمل حاجه ودلوقتي ما بيعملهاش. اهم حاجه عن قاعده used to، بص يا سيدي بيتحط قبلها فاعل ما يشغلنيش، اللي يشغلني اللي بيجي بعدها، بيجي بعدها على طول فعل في المصدر infinitive، وده انت لازم تبقى عارفه عشان هيسالك فيه، ان يجي يسالك على اللي بيجي بعد used to، فيجي بعد used to فعل في المصدر، used to لازم يجي لك بعدها فعل في المصدر. الاسئله بتاعتها تيجي ازاي؟ يقول لك I used to ويسيب لك نقط بعد used to، قال يعني انه جايب لك used to سايب لك وراها نقط عشان فاكرك مش عارف هيجي بعدها ايه، قول له لا used to لازم يجي بعدها فعل في المصدر، فهو هيجي ما بين قوسين يحط لك فعل مش في المصدر عشان انت تخليه في المصدر. I used to wasting، وبعد كده يقول لك مثلا my time وقتي. اول ما تشوف used to قول يا مستر used to بيجي بعدها فعل في المصدر، واللي جاي ما بين قوسين ده مش في المصدر، فلازم انت تخليه في المصدر. خليه في المصدر ازاي؟ شيل من عليه الاي ان جي يا عم، ده اسمه ويست، بس في حركه صغيره قد كده اهو، ان ويست معناه يهدر او يضيع، اخره حرف الاي، فتقوم مرجعها له، والاي دي كانت متشاله بسبب الاي ان جي، فانت لازم تبقى حافظ ان ويست ده اخره حرف الاي. عشان يوز تو بيجي بعدها فعل في المصدر، فشلت الاي ان جي من على ويست خليته من ويستنج خليته بقى ويست. I used to waste my time يعني انا اعتدت ان اهدر وقتي، زمان كنت بضيع وقتي بس دلوقتي بقيت بضيع اكتر. المثال اللي بعديه هيجي مثلا في جمله يقول I يسألك في used to نفسها، يقول لك I not ويجي ما بين قوسين يقوم قايل using using to.
waste energy مثلا. ايه الغلط هنا؟ الغلط هو ان القاعده ما اسمهاش using، القاعده اسمها used، يعني اسمها used to. ايه using to دي؟ فشيل الاي ان جي ورجعها زي ما كانت، بقت اسمها used to. كتبنا used والتو كده كده موجوده معاها. I used to، يبقى using تخليها تبقى used، لان القاعده اسمها used to مش using to. ده بالنسبه للقاعده. اهم حاجه بقى، احنا عرفنا خلاص انه بيجي بعدها فعل في المصدر، ولازم يبقى اسمها used مش using ولا حاجه. في عندنا حاجه خاصه بقاعده used to اسمها النفي من قاعده used to، العكس منها. لو بدل ما اقول اعتاد ان يفعل شيء، عايز اقول لم يعتد ان يفعل شيء. وعشان نعمل النفي بقاعده used to بتيجي تستخدم كلمه didn't، لان didn't دي بنستخدمها النفي الماضي، وused to اصلا قاعده في الماضي، فنجيب didn't وبعد كده نكتب use من غير حرف الدي وبعد كده التو. ايه ده؟ يوز من غير حرف الايه؟ الدي. طب ليه قلت من غير حرف الدي؟ عشان didn't يا صاحبي لما بيجي وراها اي فعل لازم يبقى في المصدر، فالdidn't طالما اتحطت يبقى لازم تشيل الدي من على يوز. ودي حته هيسالك فيها، انه يجيب لك didn't فتبقى عارف ان didn't في النفي بتشيل الدي من على اليوز. didn't بتشيل الدي من على اليوزد فتبقى يوز من غير الدي، ده في حاله انه في قبلها didn't. عارف didn't دي لو مش موجوده كنا نحط الدي عادي جدا على يوزد، بس عشان خاطر لما يجي يعمل لها نفي وحط didn't يبقى لازم الدي تشال من على يوزد، يبقى اسمها didn't use to. خليك جدع معايا كده واحفظها، اسمها ايه؟ didn't use to من غير حرف الدي. ليه من غير حرف الدي؟ عشان خاطر جبنا didn't، فالdidn't هتشيل الدي. ودidn't use to هيبقى معناها بالعربي لم يعتاد ان، يعني ما تعودش انه يعمل الحاجه. وبيجي بعدها برضو فعل في المصدر، بيجي بعد used to او used to او didn't used to فعل في المصدر. يبقى حتى لو جاب لها النفي وقال didn't used to هيجي بعدها infinitive فعل في المصدر. طب السؤال يجي ازاي؟ في نوعين من الاسئله هنا على الحته دي. اول حاجه يقول لك سؤال بديهي جدا وسهل جدا، يقول I didn't، بص هو اللي جاب لك didn't اهو، عشان انا اقول لك ان didn't لما بيجي بعدها used بيشيل منها حرف الدي. I didn't ويسيب لك نقط ويجي ما بين قوسين يا برنس يقول لك صحح الخطا في used to. قال يعني انت مش عارف ان didn't هتاكل من used حرف الدي؟ لا يا عم انا عارف، didn't طالما موجوده هتشيل حرف الدي من على اليوزد، فيبقى الاجابه بتاعتك هتقول له ايه؟ اكتب use to من غير حرف الدي. ايه ده؟ طب ليه كلت الدي؟ اصل الديدنت موجوده فالديدنت تاكل حرف الدي من على اليوزد. كده انت شاطر. اخر حاجه لو عايز يسالك في الديدنت نفسها هيقول لك ايه؟ هتلاقيه جاي مثلا بيقول لك اي ويسيب نقط ويجي ما بين قوسين يلف ويدور في ايه بقى؟ بص هيقول لك not used to. يا سلام، سؤال زي كده لو جه في الامتحان يبقى برنس لو حطه لك. I not used to، وبعد كده مثلا يكتب play football مثلا، اي حاجه اي حاجه. تعال اول حاجه لما تشوف كاتب لك not يعني عايزك تعمل نفي. طب هتعمل نفي لمين بالظبط؟ used to. طب النفي بتاع used to بيتعمل ازاي؟ اهو انا كاتب لك فوق ان النفي من used to بيتعمل عن طريق didn't use to. يبقى تيجي في الاجابه تقوم جاي طالما هنا حاطط لك not وعامل لك معاها used to يبقى تيجي تستخدم didn't، فتقول لي هيبقى الاجابه didn't بس؟ لا، لازم بقى تيجي تكتب used to بس تشيل من على used حرف الدي عشان خاطر جبنا didn't. يبقى تيجي هنا تقوم قايل الاجابه تبقى didn't use من غير حرف الدي. ايه ده؟ طب ليه شلت حرف الدي؟ عشان خاطر didn't اللي انت جبتها. طب انت جبت didn't ليه؟ عشان حط لك not وعايزك تعمل نفي، فالنفي بتاع used to بيتعمل ب didn't، وبعد كده تاخد اليوزد تكتبها من غير الدي وبعد كده تكتب to، يبقى الاجابه didn't use to. فالنوت دي بيخليك تعمل نفي. ادي ده بالنسبه للقاعده. قاعده used to هي فيها 4 انواع من الاسئله وبس، ونبقى كده خلصنا المراجعه. واعمل اللي عليا واقول لك الاربع انواع من الاسئله دول اكتبهم كده. الاربع انواع من الاسئله دي هي بتعتمد على انه كان في حاجه متعود يعملها زمان لكن دلوقتي ما بيعملهاش، او ما كانش بيعملها زمان بس دلوقتي بيعملها. طب احل السؤال ده ازاي؟ تعال واحده واحده. He used to be lazy. بي انا اعملها لك بلون مختلف علشان هنستخدمها دلوقتي. He used to be lazy هو اعتاد ان يكون كسولا. But now دي هي التحويله، معناها بالعربي لكن الان.
اعتاد ان يكون كسولا، لكن الان هو ايه؟ ليس كسولا، لان قاعده يوز تو بتقول لك ان اتعود على حاجه بس دلوقتي بيعمل عكسها. طب انا عايز اقول دلوقتي هو ليس او غير كسول، اقولها ازاي؟ بص يا سيدي، طريقه الحل على القاعده في الحاجات اللي زي كده ان احنا هنشوف اللي بعد يوزد تو. ادي يوزد تو اهي، جاي بعدها ايه؟ بي. حلو. لما يوزد تو يجي بعدها بي يبقى لازم هناك في الاخر تستخدم فيرب تو بي. طب ايه هو فيرب تو بي ده؟ اللي هو عباره عن كلمه ام او از او ار. طب استخدم انهي واحده فيهم، ام ولا از ولا ار؟ على حسب الفاعل اللي قبل النقط. الفاعل عندك هنا اسمه هي، طب الهي بتاخد ام ولا از ولا ار؟ بتاخد از، يبقى تيجي كده الاجابه بتاعتك هتبقى از. طب يا مستر ده از معناها يكون، ما انا لسه ما خلصتش. هو دلوقتي بيقول لك هو اعتاد ان يكون كسولا، لكن الان هو يكون. لا، عايز اقول لكن الان هو لا يكون، يبقى اجي على از واخليها isn't. او اقول لك على طريقه احسن، لما تشوف بط، ادي بط، بط لازم الجمله بتاعتها يكون في قبلها نفي او بعدها نفي. بط دي لما تبقى موجوده لازم يبقى في قبلها نفي او بعدها نفي. فاحنا هنشوف في قبلها نفي ولا لا. تعال، هل في نفي هنا؟ يعني هل يوزد تو منفيه؟ لا مش منفيه، يبقى لازم بعدها نعمل نفي. فعشان كده جيت على الاز خليتها منفيه بقت ازنت. عشان كده هو في الاول معناها بيقول لك اعتاد ان يكون كسولا، لكن الان ليس، يبقى اذن. طب تعالى على السؤال الثاني. he didn't، ده نفي بقى ده، ويوزد هنا بص متاخد منها حرف الدي عشان خاطر didn't. المهم he didn't used to be، هنا مستخدم بي برضو، يبقى اروح هناك استخدم ام او از او ار. طب استخدم ام ولا از ولا ار؟ على حسب الفاعل اللي قبل النقط. عندي الفاعل هي، يبقى استخدم از زي اللي فوقيها. تعالى بقى نشوف هنخليها منفيه زي اللي فوقيها ولا هنسيبها از زي ما هي. هنشوف بط اهي، تعال نشوف في قبلها نفي. في نفي هنا اهو، يبقى خلاص مش محتاجين نفي في الاخر، هنسيبها از زي ما هي. ترجمه الجمله he didn't used to be lazy، هو لم يعتاد ان يكون كسولا، but now he is، لكن دلوقتي هو فعلا كسول، هو يكون كسول. السؤال بقى رقم 3 اللي يختلف ما بينه وبين اللي فوقيه، انه في رقم 3 هنا used to مش جاي بعدها بي، ده جاي بعدها فعل تاني اسمه eat. ده مش فيرب تو بي. بص used to هنا جاي بعدها بي، وهنا used to جاي بعدها بي، لكن هنا used to مش جاي بعدها بي، ده جاي بعدها فعل تاني. قال لك اذا لم ياتي بعدها بي يبقى ما تستخدمش ولا ام ولا از ولا ار في الاخر. ولما لا استخدم مين؟ قال لك هتستخدم يا اما do يا اما does، يا اما do يا اما does اللي هو فيرب do. طب استخدم do ولا does؟ على حسب الفاعل. لو الفاعل هي او شي او ات مفرد يعني استخدم does، ولو كان جمع استخدم do. طب قبل النقط الفاعل هي يبقى تستخدم does. طب تسيبها does زي ما هي ولا تخليها doesn't منفيه؟ هنشوف. لو في نفي في الاول اسيبها زي ما هي، ولو ما فيش نفي اخلي does تبقى منفيه. هل هنا في نفي؟ يوز تو هنا فيها نفي؟ لا، يبقى لازم تيجي على does تخليها منفيه، والنفي بتاع does هيبقى اسمه doesn't، خليها منفيه بقت doesn't. ترجمه الجمله he used to eat pizza، اعتاد ان ياكل بيتزا but now he doesn't، لكن دلوقتي هو لا ما بياكلهاش. طب المثال الثاني في نفي اهو، ويوز تو مش جاي بعدها بي، ده جاي بعدها فعل تاني، يبقى استخدم يا دو يا does. طب استخدم الدو ولا الداز؟ هتستخدم الداز عشان قبل النقط فيه هي. طب هتسيبها داز زي ما هي ولا هتخليها دازنت؟ هنشوف. في نفي هنا؟ في didn't نفي هنا، يبقى خلاص الداز اللي هناك سيبها زي ما هي. ترجمة الجملة he didn't used to eat pizza، لم يعتاد أن يأكل بيتزا but now، ولكن دلوقتي he does يعني بياكلها أو بيعمل الحاجة دي. إيه الأسئلة على قاعدة used to؟ سريع سريع. In the past في الماضي people الناس use energy saving light bulb. ده يعني حاجة تانية غير القاعدة أصلا. بيقول لك الناس استخدمت الانرجي سيفنج لايت bulb، الناس استخدمت مصابيح كهربية. طب هو in the past دي معناها في الماضي، ماشي؟ هي الناس في الماضي استخدمت المصابيح الكهربية الموفرة للطاقة؟ لا، صح؟ يبقى هنا هيبقى في نفي، يبقى تقول له didn't وبعد كده use تنزلها. طب ايه use دي؟ هي مش القاعدة اسمها used to؟ لا، ده سؤال مختلف عن القاعدة.
هنا يوز جايه بمعنى يستخدم، عشان اقول ان هم بيستخدموا المصابيح الكهربائيه او لم يستخدموا المصابيح الكهربائيه. فده هنا didn't use يعني لم يستخدموا. ترجمه الجمله: in the past people didn't use، في الماضي الناس لم تستخدم energy saving light bulbs اللي هي المصابيح الكهربائيه الموفره للطاقه. تعال بقى على الاسئله بتاعتنا بتاع القاعده من اول رقم 2. يعني اللي فوق ده كان كده حاجه كده على الطاير، ملوش علاقه بالقاعده اصلا. هنا بقى يلا not used to. not يعني عايزك تعمل نفي. طب هتعمل نفي لمين؟ لقاعدة used to. طب اعمل لها نفي ازاي؟ عن طريق كلمة didn't. يبقى تقوم جاي حاطط didn't وبعد كده تقوم واخد use تنزلها. ده هو اصلا مساعدك وشايل من عليها حرف الدي، مصلحة اكتبها زي ما هي. يبقى didn't used to لم يعتد أن. فلما تلاقيها حاطط not يعني عايزك تعمل نفي. طب المثال اللي بعديه he used to be. بص هنا used to جاي بعدها ايه؟ be. يبقى الناحية التانية بعد but now هتستخدم am أو is أو are. طب هو عامل is he، يبقى تجيب الاز. ايه ده اصلا هو بيقول لك صح الغلط في is. ما احنا هنا بقى هل هنا في نفي؟ مفيش نفي، يبقى لازم تيجي على الاز تخليها تبقى isn't. وترجمة الجملة he used to be alone يعني اعتاد أن يكون وحيدا but now he isn't، لكن دلوقتي لأ مش وحيد. المثال رقم 4 we used to. used to هيجي بعدها فعل في المصدر، كاتب wasting خليها في المصدر تبقى waste، شيل من عليها الاي ان جي عشان used to بيجي بعدها فعل في المصدر. ده مش في المصدر عليه اي ان جي فشلت الاي ان جي وحطيت مكانها الاي اللي انا قلت عليها ان هو اصلا الكلمه اخرها حرف الاي. 5 he used to فعل اسمه waste يعني يضيع. but now طالما but now موجوده يبقى هناك هنستخدم بقى حاجه تاني. طب هو اشوف استخدم ام واز وار ولا دو وداز؟ هشوف بعد used to جاي في بي. لا ده جاي في فعل اسمه waste مش فيرب تو بي. لو كان جاي في فيرب تو بي كنت استخدم ام واز او ار، بس هنا مش جاي في فيرب تو بي يبقى استخدم دو او داز. طب اجيب دو ولا داز؟ والله على حسب الهي مفرد يبقى تاخد الداز. بس اقف ثانيه، هل هنا في نفي موجود؟ لا مفيش نفي، يبقى لازم اجي على الدز واخليها تبقى منفيه تبقى doesn't. حتى هو مساعدك حاطط لك نوت عشان يعرفك يعني ان انت هتعمل نفي هنا. السؤال اللي بعديه زي didn't هتعمل ايه في الدي اللي على used؟ هتشيل من عليها حرف الدي تبقى use بس من غير الدي تبقى used to. ليه يا عم شلت حرف الدي؟ عشان خاطر didn't هتاكل حرف الدي. وفي كلمه تاني بنستخدمها للسؤال في الماضي بتبقى اسمها did، والديد هي كمان بتاكل حرف الدي من على اليوز بتخليها كده used to، بتشيل الدي من على اليوزد. يعني لو في did هي كمان هتشيل الدي. كده في كلمتين بيشيلوا الدي didn't وديد، اي واحده منهم هتاكل حرف الدي من على اليوزد. وبكده تمت بحمد الله مراجعه نص المنهج على الكلمات والجرامر. وزي ما قلت لك لو انت عندك مشكله في المحادثه هحلها لك في فيديو قريب ان شاء الله، والقطعه نفس الكلام والباراجراف نفس الكلام. وبكده نبقى احنا بنحاول نلخص المنهج كله على شكل حصص مراجعه. وبكده تمت الحاق المراقب. مسكنا المراقب بقى ان شاء الله. لازم تقسم المحاضره دي يا بطل وتحاول على قد ما تقدر ان انت تذاكر كل كلمه فيها، وان شاء الله الملزمه هنزلها لكم برضو وهتتوزع في السنتر لطلبه السنتر عندنا باذن الله. هيبقى الطالب معاه الملزمه وبيحل من الاسئله كل سؤال، واحنا ما سيبناش حاجه الا لما قلناها. والحمد لله كده ان شاء الله بالتوفيق ليكم وربنا يجعله علم نافع ليكم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.